بقت نقطه قوه، يعني احنا الثلاثه في ظهر بعض على طول. هم هيسيبوا شغلهم وانا هسيب فاميلي بيزنس عشان نركز في حاجه زي دي، واحنا مش عارفين الدنيا لسه هتمشي ازاي. اللي احنا كنا بناخده مش هو اللي يكفيك انك تقدر تشتغل او تقدر تعتمد على نفسك او تقدر تتميز في حاجه. فدي كانت التارجت، ان انت تعمل حاجه تساعد بيها الناس. انت حابب ان انت تبقى مهندس تمام، عشان ده التراك اللي اهلك حطوك عليه. لا بقول له ده هي دي بتاعتك، يعني انت ده مخلوق عشان تشتغل كده. لا انا عندي مشكله في الحته دي، ابدا بقى ايه اعالجها. مش احنا بس اللي بنفيد، احنا بنفيد وبنستفاد برضه. يعني المنظومه دي عشان تشتغل مظبوط لازم يبقى في نظام. احنا في الاخر واحد والمصلحه واحده. تيم ورك هو اللي بيطلع اي شغلانه ناجحه. بص لو قعدت تفكر وتقعد تحسبها ممكن ما تعملش حاجه. كل الحاجات دي بتيجي بالتجربه، يعني احنا هنعرف منين؟ بتحس ده المؤشر يعني اللي هو انا كده ماشي صح. بس طبعا هو في الاول في الاخر ربنا يعني مد ايده وكرمنا، بس ما كناش حاسين ان هي حاجه اعجازيه يعني. لا كانت تتعمل يعني. ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ تمام كله تمام الحمد لله. ابدا الحلقه اقول لكم، بس اقول للناس انا اتعرفت عليكم ازاي، واحنا احنا ليه هنا موجودين هنا النهارده. احنا كان في عربيه يعني رينج روفر محتاج اصلحها، فواحد صاحبي جدا اسمه فادي، زي فادي. احنا معانا النهارده برضو توني كرب وفادي. لسه ما بدأناش يا توني. فادي بيقول لي اهلا بيكم. مش عايز نضحك، انا لازم اعمل ايه طيب؟ تضحك حقك. بيشو معانا برضه، هو عرفني عليهم يعني. فانا رحت هناك عشان اصلح العربيه. فادي انا بثق فيه جدا في حته العربيات، وهو شغال في العربيات. مش فادي انت، فادي صاحبي معلش. فهو خد العربيه واديها لكم على طول. فانا رحت لكم تاني يوم وجيت انبهرت. انا كنت فاكر ان انا اروح عادي مركز صيانه فاهم، او ميكانيكي عادي. دخلت لقيت بسم الله ما شاء الله هناجر. فاهم. يعني كل صف عربيات 10 عربيات، 2 في كل هنجر ما شاء الله وتحت. واللي بقى ابهرني اكتر بكتير وعرفت ان انتوا ناس فاهمه العربيات البرفورمانس اللي انتوا بتعملوها، ان انتوا تفتحوا انجنز وتخلوا عربيه تطلع من تبقى عربيه عاديه ان هي تكون 1000 حصان 900 حصان وحاجات زي كده. اي حد يلعب في الانجنز بالنسبه لي او يعرف يعمل ده، دول في حته تانية وفاهمين العربيه بالظبط، يعني كل حته في العربيه فاهمينها. فانا انبهرت الصراحه وانبسطت جدا، عشان دي حاجه من الحاجات اللي انا بعشقها، المواتير والعربيات وبالذات الموتوسيكلات يعني. وقلت لبيشو على طول انا لازم اقابل الناس دي، والناس دي لازم تيجي على البودكاست افهم هم وصلوا لده ازاي، عشان شكلها كانت رحله طويله جدا 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 ان انتوا توصلوا للحجم ده. انا ما اعرفش حجمكم قد ايه اساسا، وانا عارف ان انتوا بتفتحوا فرع تاني ما شاء الله في 6 اكتوبر. اللي ما يعرفش اسمهم اساسا اسمهم هاندلر، شركه الصيانه اسمها هاندلر. فاولا انا مبسوط ان انتوا معايا النهارده. فعايزين نعرف الناس انتوا فين النهارده، وبعد كده نبتدي نحكي بقى عشان اعرف شباب كتير جدا الميكانيكا دي او الانجنز او العربيات او حاجه زي كده شغف عندهم وحلم عندهم ان هم يوصلوا لهم. فانتوا وصلتوا الليفل عالي جدا، وانا متاكد ان مثلا ممكن يعني اماكن عربيات بتجيلكوا انتوا تصلحوا لما هم عندهم مشكله. ما اعرفش، انا متخيل الحته دي فين عندكم. فنبدا، حد يقول لنا انتوا فين دلوقتي وحجمكم قد ايه، عشان نتخيل حجم البيزنس عامل ازاي والضغط عندكم عامل ازاي. طبعا احنا هنا حلاوتها ان انت عندك كل حاجه في نفس المكان. يعني انت عندك الصيانات الدوريه، عندك السمكره والدهان، عندك ضبط زوايا وترصيص واستعدال، عندك قطع غيار اصلي وقطع غيار افتر ماركت، قطع غيار تعديل، عندك ريتروفيتس، عندك تكييف، عندك برمجه وتكويد. اي حاجه العربيه محتاجاها هي موجوده عندنا. احنا كمان متميزين بعمارات المواتير وعمارات الفتايس، دي احنا شاطرين فيها وبندي عليها ضمان. ده الهانجر التاني عندنا، دي ورشه الكهرباء. تمام، ورشه الكهرباء دي اللي هي عندك اي حاجه تخص الكهرباء، تكييف، لو عميل مثلا بريتروفيتس، لو عميل بيسقط سيستم، اي حاجه تخص الكهرباء هي في الورشه هنا. وكمان عندنا بنصلح عربيات كهرباء وعربيات هايبرد. وعندنا بري اون كارز دي لو عميل عايز يشتري عربيه بيشتريها من خلالنا، بيبقى معاها تقرير حاله كامل منفصل بحاله العربيه. وبرده لو عميل عايز يبيع عربيه بيبيعها. بص المخزن هنا فيه كل قطع غيار
سواء بي ام او مرسيدس او ميني او رينج، اي قطع غيار اصلي او افتر ماركت، اي حاجه موجوده هنا ستوك عندنا. هنا عندنا ورشه سمكره والدهان في فرع القطاميه، وده الفرع الوحيد اللي فيه سمكره ودهان. وطبعا احنا كمان برضو مميزين بتعديل العربيات، يعني احنا عاملين عربيات من اسرع العربيات اللي موجوده دلوقتي في مصر. تمام. بتبقى العربيه 200 حصان و300 حصان، بنوصلها ل 1000 حصان و1500 حصان، وزي ما انت عايز. يعني شوف انت عايز توصل لحد فين، وده سهل. بس يا جماعه وده هندر يعني. واهم حاجه بالنسبه لنا ان العميل يبقى مبسوط بالخدمه، وان هو واخد فيدباك حلو عن المكان، ودي اهم حاجه احنا عندنا ان احنا مركزين عليها يعني. لا احنا يعني اتجمعنا وبدأنا في 2018. تمام. من قبليها كان كل واحد فينا عنده خبرة. انا عايز اعرف دلوقتي انتوا فين، اوكي. دلوقتي حالا انتوا فين في احنا فين دلوقتي؟ احنا عندنا 3 فروع. ما شاء الله. فرع في مصر الجديدة، فرع في القطامية اللي انت جيته، وفرع تاني في ابو رواش اللي هو 6 احنا اكتوبر. بنقول عليه في 6 اكتوبر يعني. اوكي. وبتعملوا ايه بالظبط؟ عشان انا برضو ما شرحتش احنا متخصصين في اي حاجة ليها علاقة بالتصليح، بالصيانة، في 4 مين براندز اللي هو مرسيدس وبي ام دبليو وميني كوبر ورينج روفر. اوكي. وبنعمل اي حاجه، يعني اي حاجه تخص البادي، اي حاجه تخص الميكانيكا، الصيانه، الاصلاحات، العمارات، تعديلات، ريتروفيتنج، نعدل على حاجات سواء كهرباء او performance زي اللي انت حكيتها. يعني بنحاول دايما نطور، نخش اكتر. يعني احنا حابين قوي الموضوع وبنحب نطور دايما. احنا موجودين على طول، بنشتغل بايدينا حتى على طول. فيعني بس حجم الاوبريشن قد ايه دلوقتي؟ انا يعني لا دلوقتي ما دي اكبر مشكله عندنا، ان احنا طبعا حجم الاوبريشن بقى كبير، لان عندنا 3 فروع، ما شاء الله. عندنا اكتر من يعني بتاع القطاميه لوحده اللي هو موجود هنا اللي في التجمع، كام عربيه تقريبا بتبقى في نفس الوقت شغالين عليها؟ انا شفت كذا ليفت، شفت مثلا ما شاء الله مثلا 40 في 18 في الهانجر. يعني احنا في اليوم بنتكلم مثلا، احنا بنحسبها بنستلم قد ايه في اليوم. اوكي. يعني اراوند 30 عربيه في فرع القطاميه. بسم الله ما شاء الله. بس فرع مصر الجديده ممكن يكون هو ده البدايه بتاعتنا. انتوا من مصر الجديده اصلا؟ احنا يعني بدايتنا كانت احنا من مصر الجديده، وبدايتنا انا من مصر الجديده برضه. جامد. انا كنت عايش في قدام 7 ماير. اوكي. على طول. انت من مصر الجديده؟ مصر الجديده سانت فاطمه. بجد والله. انا عيلتي عندها محلات سوتس اللي في ميدان صلاح الدين. ايه ده؟ ده احنا بنتعامل معاكم على طول اصلا. بجد اللي هي الفيوتك ده مكتب، يعني المكاتب كلها اتعملت. ايوه. عمي بقى وبابايا هناك. ايه ده؟ يعني وحماية يعرف عمك اكيد. يعني رحت معاه في مره وهم اصحاب قوي يعني. ايوه جامد والله. طيب حلو. انتوا تعرفوا بعض من زمان بقى، احنا كده فهمنا انتوا فين. بسم الله ما شاء الله. مين انتوا بقى انتوا كاشخاص؟ عايز اسمع من توني شويه برضو. توني، انت تعرف تقريبا كرم من وانتوا صغيرين في المدرسه، صح كده؟ نعرف كرم من سنين يعني، احنا متربيين مع بعض يعني يعتبر اصلا. يعني وفادي بقى لك قد ايه تعرفه؟ بنروح، احنا عندنا 7 سنين وانا وكرم عارفين بعض يعني. اوكي. وبعد كده اتقابلنا في الكليه بقى، فالعلاقات اتوطدت اكتر. تمام. وحلمنا كان واحد، اللي هو ايه بقى، يعني ازاي حاجه زي كده بتتبني وامتى ابتديتوا تتكلموا في الحته دي؟ عشان في صحاب كتير انا بحس ان اصعب حاجه في بيزنس او ان بيزنس ينجح لما الواحد يلاقي شركاء يفهموا بعض، شركاء خايفين على بعض، شركاء تثق في بعض، بالذات حته الثقه دي. هو زي جواز من الاخر يعني. طبعا كل ناحيه. بص، هو الشراكه في ناس كتير بتقول ان هي مش يعني ليها عيوب كتير. كل حاجه طبعا ليها ميزه وعيب يعني. بس احنا كرم من عند ربنا ان احنا اتعرفنا على بعض، فبقت نقطه قوه يعني. يعني احنا الثلاثه في ظهر بعض على طول، وربنا يديم المحبه يعني. وكان ايه الحاجه اللي شدتكم، وازاي ابتديتوا تتكلموا ان انتوا عايزين تعملوا حاجه؟ يعني في الاول انتوا كنتوا بتدرسوا، كنتوا موظفين في شركات، الموضوع بدأ ازاي؟ يعني عايز اعرف لو في شباب اصحاب دلوقتي بيتفرج عليهم وهم في نفس الحته اللي انتوا كنتوا فيها وانتوا كنتوا لسه في الجامعه او في الحته دي. احنا يعني كنا في كليه الهندسه مع بعض. اوكي. وبعد كده اتخرجنا اشتغلنا في توكيلات بي ام ومرسيدس.
وكان نفسنا نعمل حاجه كام سنه اشتغلتوا في التوكيل؟ 5 سنين. بالظبط 4-5 سنين. 2013 ل 2018. لا انا كان عندي يعني شغل الفاميلي بيزنس، تمام، محطه بنزين يعني، وشغل كله ليه علاقه بالعربيات وكده. فانا اصلا يعني ايه يعتبر متربي في الايه في الحته بتاعت العربيات دي من وانا صغير. كل يعني عيلتي الشغل بتاعها منلي في الاوتوموتيف يعني. فانا برضو كنت حابب الموضوع. انا ممكن هنط معاك بقى حته يعني. انا كنت يعني عندي اوريدي الفاميلي بيزنس ده، وعندي مكان وعندي جراج وعندي الكلام ده، وكرم وتوني بعد ما خلصوا جامعه وشغالين في توكيلات، هم عملوا فكره حلوه جدا. دي سبب اللي انا بقى ايه شغالين هم لسه شغالين، ودي السبب اللي خلانا ايه نتعرف على بعض. هم كانوا فاتحين اكاديمي بتدي اوتوموتيف كورسز وكانت فلوس ولا كده؟ كانت بالفيزا. في حاجه ببلاش صديق. فهم كانوا بيعملوا كورسات وعملوا هم عملوا يعني فكره اللي هي الريف اكاديمي دي، كانت الاكاديميه اسمها ريف، وبيدوا كورسات اوتوموتيف. وكانت يعني كانوا موضحين طبعا على على السايت او على الابلكيشن عندهم ان هم عندهم كل انواع الكورسز، سواء بقى فتايس، مواتير، كهرباء متقسمه، وكان في سكيدجول وكده. فانا كنت حابب ان انا جدا ايه اخد الكورس ده عشان يبقى خطوه ان انا اطور في الشغل عندي واشتغل انا كده يعني. بس فقابلتهم، وكرم قريب واحد صاحبي جدا، فما شفته ايه اتعرفنا اتكلمنا مع بعض. وتوني طبعا اصلا بيتكلم وبيحب الناس يعني ويحب كده، فتعرفنا على بعض. وجات من واحنا بنتكلم كده ان هو ايه هم نفسهم يعملوا ورك شوب. وانا قبل ما تاخد لا واحنا في الكورس ده خلاص بقى، في الكورس بقى احنا اتعرفنا بقى على بعض وبقينا يعني بنتكلم يعني. هم فريندلي جدا بصراحه، وما بيدخلوش بمعلومه على حد يعني، حتى لو سؤال بره تحفه. فجت الصدفه ان هم عايزين يعملوا حاجه وانا برضو نفسي، فاتكلمنا ارتحنا، قلنا يلا نبروسيد، وسبناها على ربنا يعني. وقلنا يلا نبدا بفرع النزهه ده. وهو كان مكان يعني يعتبر هو مش مكان على الشارع الرئيسي. كان في ريسك عالي جدا ان انت هم هيسيبوا شغلهم وانا هسيب الفاميلي بيزنس عشان نركز في حاجه زي دي، واحنا مش عارفين الدنيا لسه هتمشي ازاي. كانت ريسك ان انت بتحط كل اللي معاك في مكان انت مش عارف الدنيا لسه هتمشي ازاي، ولا العميل هيجي لك ازاي، ولا هتتعرف ازاي، ولا. وفي 2018 عامه كان ايه اللي بيحصل في السوق؟ يعني ما كنتش حاسس العربيات في قد العربيات دلوقتي، او الحاجات الجديده، او الناس كانت بتجيب عربيات من بره، ما كانش زي دلوقتي. احنا ماشي، احنا يعني كان اصلا كان التارجت بتاعنا ان احنا لما نعمل مكان غير اللي موجود في السوق. اللي انت بتروح حرفيين تصلح عربيتك، فده اوبشن ان انت هتتبهدل عقبال ما تعمل حاجتك وتقعد تتعامل مش احسن حاجه وكل كام. ده الاوبشن التاني التوكيل اللي هو هيبقى غالي جدا. احنا كان الكونسبت ان احنا نعمل حاجه بين الاثنين، واقدر اديله كواليتي، احسن كواليتي باقل سعر، واقدر اوفر في يعني حسب بقى القطع افتر ماركت او اصليه. وطبعا لينا ريكومنديشنز للحاجات اللي تركب ايه اللي اصلي وايه اللي ما يركبش اصلي. فدي كانت التارجت ان انت تعمل حاجه تساعد بيها الناس اكتر، ويبقى عندهم شايف الكواليتي سيرفيس كويسه، وبرايس وايز انت برضو بتاخد يعني حاجه مقبوله. فدي شريحه او الفئه الحته دي كانتش موجوده. فدي الحته الجاب اللي احنا كنا عايزين نملاها في الاول. بس زي ما قلت لك احنا طبعا انت يعني مش عارف لسه هتبدا يعني ازاي. فالمهم بدانا في 2018 فتحنا فرع عندنا. نرجع نتكلم نشوف معاهم في حته الشغل قبل ما تسيبتوا الشغل، تمام؟ القرار بقى قبل القرار. يعني هو خد القرار يسيب الفاميلي. وبرضه بالنسبه لك يا فادي اسالك، الفاميلي بيزنس والعيله دي حاجه بالنسبه لي في المجتمع المصري او بالنسبه لمجتمعنا احنا الموضوع ده تقيل شويه. باباك بيبقى معتمد عليك، مش عارف ايه حاجه احنا بانيينها كذا كذا كذا. مظبوط. ودايما الواحد، وده حاجه كان عندي يعني، بيتضايق او اكنه بيسيب واحده صاحبته او بيسيب واحده بيحبها اللي هو هيروح يعمل حاجه تانية. دي نرجع لها لان هي فيها نقط كتير طبعا من موضوع الشغل، سواء يعني فاميلي بيزنس او الحاجات دي، لان هي ليها مميزات وليها عيوب. يعني زي ما يعني الفاميلي بيزنس انت لما بيبقى معاك
سواء مثلا والدك او قرايبك او تفر، بيبقى في فرق في السن، فان انت كشاب عايز تعمل حاجه جديده تبقى فيها مقاومه، لان هو بيبقى شغال بالستايل الاولد سكول، وهو ما دام الدنيا مستقره وخلاص يعني فخلاص. فدي بتبقى ايه يا اما بيحصل لك احباط، يا اما يعني يا اما هتفضل ماشي في التراك ده ويحصل لك احباط وتقول تمام، يا اما لازم بقى ايه يجي وقت ان انت خلاص لازم اجرب، لازم اخد الريسك واشوف زي ما هتيجي تيجي بقى. فاهم. بتبقى حاسس القرار التاني ان انت تفضل بيبقى اصعب، عشان بتبقى اصعب عشان انت جاي على نفسك في كل حاجه، انت شايف ان انت ممكن تبقى في حته تاني او ممكن تعمل حاجه تاني. الدنيا كلها بتتطور حواليك يعني النهارده لما بتبص لورا كتير بقول ان ده من احسن القرارات مثلا اللي خدتها في حياتي، يعني الحمد مش لله. الحمد لله طبعا. الحمد لله. جامد. توني عامل ايه؟ جاهز؟ اتكلم كتير قوي يشجعك بقى ولا ايه؟ يعني قاعد يقول لي ما بتكلمش وخشوا انتوا وسيبوني انا وجاي خلاص. ايه موضوع بقى الكورسات ده؟ جه ازاي اساسا؟ هو جه عن طريق واحد صاحبنا الله يرحمه، متوفي يعني، الله يرحمه. كان هو صاحب الفكره، اسمه عمرو. هو اللي اقترح علينا الموضوع، كان معانا في الكليه وعرفنا من ساعه الكليه يعني، وعارف ان احنا مميزين يعني في حاجات وبتاع، اقترح علينا ان احنا نعمل كورسات ونبتدي يبقى ده مصدر دخل. طبعا انت عارف الموظف مهما كان بيبقى ايه الموضوع محدود، يعني مش فان هي ان احنا نبتدي نعمل شويه فلوس وفي نفس الوقت كمان ده كان الهدف الاساسي في مش كان معاه هدف تاني، ان احنا عايزين نحسن الجوده بتاعه المهندسين. اوكي. لان بس ليه دي حاجه تفرق معاك؟ انت واحد شغال عادي هقول لك تفرق معايا، عشان احنا في الكليه، احنا دفعتنا كانت 90 واحد اللي اتخرجوا. احنا كنا يعني كلهم اصحابنا وكلهم عارفينهم والكلام ده كله، بس اللي احنا كنا بناخده مش هو اللي يكفيك انك تقدر تشتغل او تقدر تعتمد على نفسك او تقدر تتميز في حاجه. فاحنا عشان عندنا شغف بالموضوع ده كنا بنذاكر لوحدينا، واي حد بيسالني ازاي توصل لكده او ازاي بقول له السيلف ستادي هو اهم شيء. فاحنا كنا بنذاكر، يعني كنا اللي احنا بناخده في الكليه احنا اصلا عارفينه. اوكي. فكان هدفنا ان احنا برضو نطور من الناس او من ال الاشخاص اللي عندهم طموح ان هو يطلع مهندس شاطر. فهي كانت وين سيتويشن، احنا بنفيد الناس وفي نفس الوقت احنا بنستفاد. ومن هنا جت الفكره، تعرفنا على فادي بس الحته دي ممكن تفكر اللي هو لا انا كده بخلق لنفسي كومبيتيشن تانية، بخلق لنفسي منافسين، بخلق لنفسي حاجه، ولا الحته دي ليه مش خايف من الحته دي؟ نوليدج شيرد ايكوال نوليدج سكويرد. فاي نوليدج انت هتشيرها، لان كل واحد فينا عنده نقط ضعف، مفيش حد كامل، فكلنا بنستفاد من بعض. حتى الناس اللي كانت بتيجي تاخد كورسات كان بيبقى عندهم شويه خبرات في حاجات معينه، عندهم معلومات معينه، كنا احنا كلنا بنستفاد من بعض يعني. مش احنا بس اللي بنفيد، احنا بنفيد وبنستفاد برضه. ده كان ده الهدف بتاعنا لحد دلوقتي، او ده المثال اللي احنا شغالين عليه، ان فعلا اي حد بيسالنا في حاجه احنا بنفيده يعني. حتى لو هو في المجال، معظم الناس اللي فاتحين مراكز دلوقتي هم اصحابنا برضه. اكيد طبعا. واحنا بنحتاج منهم حاجات وهم بيحتاجوا مننا حاجات، والدنيا بتمشي. فاهم. انت بالنسبه لك كرم كان ايه الخطوه الكورسات دي مع الشغل كانت عامله ازاي؟ انا ما اعرفش سنكم قد ايه اصلا في الفتره دي، انتوا بتتكلموا في كام سنه يعني؟ موضوع الكورسات ده كان عندكم كام سنه او في الحته دي؟ كان عندنا يعني كان في انهي مرحله في حياتكم؟ يعني في 25 26 27؟ ابتدينا في 2017 تقريبا، 2016. لا قبليها كمان، قبليها 2015 تقريبا. 2015 يعني كان سننا 26 27 حاجه كده تقريبا. حاجه كده. انت كرم بالنسبه لك كان ايه موضوع الكورسات والشغل؟ وكنت شايف نفسك فين عامه لما كنت في الحته دي وبتشتغل واحد فول تايم؟ بحس ان انت يبقى في حاجتين، واحد مبسوط وتمام وبيحسن من نفسه وعايز يكبر، او واحد حاسس ان هو لا في عنده حاجه اكتر بكتير عايز يديها واللي هو ده اصلا ده ولا حاجه. اللي عندي قصه جامده قوي في الموضوع ده، بس يعني ودي اقول ولا قول يا باشا. وكرم كان معايا في الكليه في اعدادي هندسه. ف انا من زمان عيلتي بيحبوا العربيات والجري، ونروح الاوتو كروس، وولاد عمتي بيحبوا الجري ويعدلوا وبتاع. فانا فشخيله ده كان زمان بقى. احنا مع الحكومه دلوقتي، ولا ستمانات ولا بنجري في الشارع ولا بنعمل اي حاجه. ايوه
فانا بحب العربيات من زمان جدا يعني، وكلنا برضو بنحب العربيات. أيوة. بس لما قابلت كرم فبندردش مع بعض، يا كرم بتخش تعالى انا اخش عماره. قلت له لا، عماره ايه يا كرم؟ ليه ده مفيش مفيش بقى عماره ايه اللي انت بتخشها؟ مفيش، ما نخش سيارات مع بعض. عارف لما بتلاقي حد يعني انت بتحبه ايوه فلا احنا عايزين نكمل مع بعض يعني، نكمل حياتنا في جورني حلوه ونوصل يعني مع بعض. لذيذ. فمن هنا لهنا وبتاع اقنعته ان هو يخش سيارات. والسيارات اصلا في الكليه اقل مجموع، وكرم اقل حاجه بيجيبها جيد جدا يعني. ده لو ما راحش الامتحان جدا جدا هو يقدر يخش عماره بسهوله يعني. هو ده كان عايزك لسبب تاني. عايز ينجح. تقول لي عايز يخش ينجح. ودخلنا بعد كده سيارات يعني. ده بجد والله. هو بص، هو توني يعني ايه، يعني شخصيته ان هو بيبقى يعني مؤثر كده يعني يعني بس هو حاسه خبيث برضه، يقعد شويه شويه فاهم يعني، شويه يقول لك فاهم. عندي فضايح تانية يعني يقنعك يعني اللي هو ايه يعني. فطبعا اقتنعت ساعتها. اقتنعت ازاي؟ وايه اللي كان اعماره اصلا؟ بص انا كنت وعيلتك أساساً؟ انا كده بحب العربيات برضو يعني. اي يعني عموما يعني كلنا بنحب العربيات. بس انا ما كنتش يعني في الوقت ده برضو يعني، برضو عشان دي برضو حاجة ممكن يعني يعني ناس كتير برضو تفرق معاها، ان الرؤية ما بتبقاش واضحة في السن ده. انت النهاردة اتخلصت المدرسة ودخلت الجامعة، انت حابب ان انت تبقى مهندس تمام. عشان ده التراك اللي اهلك حطوك عليه. لكن انت بتبقى في الفترة دي انت مش رؤيتك مش واضحة قوي. برضو دي حاجة مهمة لازم يعني الناس تشتغل عليها مع اولادها، ان هو يبتدي يبقى عارف من هو صغير مثلا هو رايح فين، ميوله ايه، ميوله ايه، بيحب ايه، هيروح فين، هيعمل ايه. طبعا انا يعني مبسوط جدا ان انا دوست في الموضوع ده، وهي جت يعني حاجه بس ما كانش شغف، ما كانش اللي هو ده الباشن بتاعي مش هو عارف. بيقول لك كان عايز يخش عماره انا ابتديتها معاه ازاي؟ قلت له ارسم لي المركز بعد ما نفطر. كنا عندي الرسومات دي لحد النهارده. بجد والله. ممكن هو- تصور هو- تيك، ممكن تبقى تبقى لسه هسألك عليها يعني هو شاطر جدا في الرسم، في التخيل، يعني حتى دلوقتي لما بنعمل مثلا حاجه تعديل ليها فيها ماشيننج او فيها ابتكار، لا كرم بيقود الموضوع على طول يعني. جاب. ويعمل لك رسمه 3 دي ما ينفعش بينفعه يعني. بالظبط. اي حاجه مش هتنفع لا هو ابتديت بيعمل لها ميكانيزم هتنفع ايوه يعني. ابتديتها معاه في ارسم لي المركز ويرسم بقى. ابتدينا نحلم طب هنسميه ايه، طب هنعمل ايه، وهكذا لحد ما غرز بقى معايا. بس انا دلوقتي بقول له انت إيه، هو ده مكانك يعني، هو ده مكانك يعني. انت شايفه كان عبقري في العربيات، فما كان هيشتغل يعني. هي دي حتته. تفتكر بشخصيته يا توني، وده حاجه لو هو كان اتحط في اي مركز او اي شغلانه كان هينجح زي ما هو ناجح دلوقتي عشان شخصيته والورك اثكس بتاعته؟ انا شايف كان هينجح، بس انا يعني هو عشان شاطر فهينجح في اي حاجه هيخش فيها. بس انا بقول لك دلوقتي بعد السنين، لا بقول له هي دي بتاعتك يعني. انت ده مخلوق عشان تشتغل كده، فما تشتغل ايه تاني. لا بص يعني هو يعني هي توفيق يعني من عند ربنا الموضوع. طبعا. بس زي ما بقول لك الفترة دي فعلا كانت الرؤية مش واضحة يعني. أنا فعلا يعني ممكن كنت أخش في أي كارير تاني أو أمشي في تراك تاني، وممكن كنت فعلا ما أوصلش لحاجة كويسة، أو ما أعملش حاجة زي ما أنا بعمل دلوقتي الحاجة اللي أنا بحبها يعني. يعني نرجع بقى للموضوع. طبعا توني يعني قعد غسل لي دماغي، فمشيت معاه بقى، كملت معاه. وانا برضو يعني من الشخصيه اللي بحب ايه ما امشيش لوحدي كده. اوكي. فحبيت فكره اللي انا يعني خلاص يعني هعمل ايه، خلاص معاك فاهم. بس كملنا طبعا. كان الحلم يعني ودي طبعا بنحمد ربنا عليها. كل الحاجات اللي احنا ممكن نكون بنعملها النهارده دي كنا بنحلم بيها زمان. ده بجد في حاجات كتير قوي من اللي احنا يعني في انا فاكر في صوره يعني في صوره كده للمركز تمام اتصورت. كان حد يعني بيصور لنا الشغل وبتاع، ففي صوره انا شفتها اتصورت
الصوره دي شبهها جدا زمان في 2017 حاجه كده يعني على الفيسبوك. ايام المهندس خالد. اه كنا ساعتها يعني بننزل تريننج كده عند، هنيجي اكيد للمهندس خالد لان ده برضو اثر فينا جامد. ففي صوره معينه كده كانت في دماغي، قلت له امتى بقى الصوره دي؟ فالنهارده لا الصوره دي موجوده، يعني هي حقيقيه. فده ده الحلم، يعني ده اللي احنا النهارده فيه، ده كان الحلم. الاحلام دي والافكار دي كنتوا بتشيروها مع ناس تانية ولا كانت بتفضل مقفولة عليها عندكم عشان محدش يقول عليكم الناس دي في حتة تانية، الناس دي هبلة، الناس دي مش فاهمة هي هتعمل ايه، الناس دي بتحلم؟ ولا كان عادي بتوروا الأحلام دي أو الأفكار دي لناس تانية والناس دي كانت فاهماكوا ولا لأ؟ انيو ناس يعني الناس عامة الناس أصحاب حوالين. عيلة. لا صحابنا اعتقد من يعني صحابنا كانوا بيشجعونا على طول، ان هم كانوا دايما بيشوفونا يعني دي حاجة نفسنا نعملها او كده. على مستوى الصحاب لا كانوا على طول بيشجعونا، يعني احنا لما جينا نسيب الشغل يعني او كده. لا بس في البداية في خالص، البداية في البداية خالص لما اللي هو انت بتحلم، انت بتعمل اللي هو لما دي ان انا يبقى عندي مكان. دي حاجات دي كانت كده يعني، واحنا قاعدين بنذاكر كده مع بعض، نقعد ما نذاكرش اصلا ونقعد نتخيل حاجات اعمل له تانية. غسيل دماغ شويه. لكن يعني اهالينا يعني هم لا يعني على طول بيشجعونا. فكان عادي، فعادي ان انت كنت حاسس ان عادي اللي انتوا بتعملوه مش حاجه اوت اوف ذا بوكس او حاجه مستحيله، كان الناس بتشجعك. هو احنا الصراحه ما كناش حاسين ان هي حاجه مستحيله، يعني لما كنا بنفكر وبنحلم ما حسيناش ان هي حاجه مش اتشيفبل يعني، لا. اوكي. يعني بس طبعا هو في الاول في الاخر ربنا يعني مد ايده وكرمنا، بس ما كناش حاسين ان هي حاجه اعجازيه يعني، لا فاهم. كانت تتعمل يعني. فاهم. تحفه. بعد كده احنا خلصنا فين يا كرم؟ انت وصلت وقفنا لغايه فين؟ ان هو اقنعك دخلت هندسة؟ دخلنا. لا ما انا كنت في هندسه. كنت في ما انا اول يوم رحت هندسه. بص انا اول يوم رحت انا ما اعرفش حد خالص. رايح الجامعه او الكليه الاول يوم في حياتك. اوكي. فانا رايح مش عارف اي حد، مش عارف اي حاجه. بس كان يعني احنا كان في فتره في حياتنا كده، يعني انا وتوني ما كناش عارفين بعض فيها، يعني احنا فاهم. كنا عارفين بعض واحنا صغيرين قوي. ايوه. بعد كده جت فتره هو في مدرسه وانا في مدرسه، فايه عارفين بعض، بنشوف بعض كده في القهوه، نسلم على بعض كده. ايوه. فايه انت دخلت ايه؟ انا المطريه، احنا كنا في كليه هندسه المطريه. ايه ده؟ طب ماشي تمام. فانا رايح ومش عارف بقى رايح لمين ولا ايه، فداخل كده بره لقيته قدامي. بس دي بقى ايه كانت اول يعني هوب إيه؟ حد اعرفه تعالى. راح فين؟ لا تعالى. الصراحه لا يعني تعالى انت بقى عشان من ساعتها يعني واحنا مع بعض لحد النهارده، يعني من يوميها. ده الكلام ده في 2013 2009. سوري 2009 لحد النهارده احنا يعني تقريبا يعني مع بعض على طول، يعني في كل حاجه. طبعا دلوقتي برضو بقينا احنا التلاتة يعني جامد جدا في كل حاجه مع بعض يعني. احكي لي يا توني، اتعرفتوا على فادي فين؟ عايز اخد القصه وبعد كده الموضوع بقى بدأ من فين. اول فرع في مصر الجديدة فادي كان بدأ يحكي عنه. فقصه من ناحيتك فادي وشخص جاي ياخد كورس. لا انا اتعرفت على فادي في ريف اكاديمي. ريف لسه موجوده عامه ولا؟ ريف اكاديمي لا يعني ما بقتش موجوده دلوقتي. اوكي. يعني هي تقريبا هاندلر هي اللي بقت الاكاديمي، يعني هي الناس يعني ممكن نتكلم يعني عن الموضوع ده، بس يعني بعد- خلينا أوكي. نكمل. في افكار تانية يعني بتيجي في دماغنا، بس ما جاش وقت تنفيذها ان احنا نعيد الاحياء يعني بتاعها. بس قابلته في جيل. اتعرفت على فادي في ريف اكاديمي، كان بيجي الموتوسيكل وبتاع وروش والخوذه وداخل الكورس وبتاع. بيحب برضو العربيات، وهو الفاميلي بيزنس بتاعته زي ما قال لك عنده محطه بنزين فيها جراج كبير ورا. اوكي. ف عارف لما هي بتيجي كده، يعني انت بتتكلم ترتاح، ايه ده تعالى احنا بقينا 3. ايوه. وكان اصلا عايزين نبتدي في الجراج عنده في البنزينه، بس ما حصلش نصيب. ودورنا على مكان تاني واشتغلنا بقى في النزهه. وكان هدفنا زي ما قال لك برضو فادي ان احنا نعمل حاجه ما كانتش موجوده. يعني كان هو كلها ورش يا اما التوكيل، ما كانش فيه مركز صيانه يعني تقدر
تخش تبقى مطمن، اللي يستقبلك في حد بيهتم المكان نضيف. بيصور لك الحاجه بيديك رايه كمهندس، مش يعني الحاجه بتتركب اكوردنج للريبير انستراكشنز بتاعت المصنع، العربيه بيحصل لها فاينل كنترول. الكلام ده كله ما كانش موجود لما احنا ابتدينا خالص. حتى لما ابتدينا في المركز كان صغير، كان فيه كوريكين بس توضيبه وشكله، لا الناس كانت منبهره، اللي هو ايه ده ده ازاي، وبس. والدنيا بقى ابتدت تمشي. وليه تفتكر عامه، وممكن اقول السؤال ده لفادي، ليه تفتكر يا فادي في الفتره دي ما كانش فيه ده؟ يعني ليه احنا كنا متاخرين في الحته دي مع ان في عربيات في كل حاجه؟ ايه اللي انت شايفه ليه بيبقى في جابس كبيره جدا، او حسيت في العربيات انت؟ يعني انا مش عارف ايه السبب ان كانت مش موجوده يعني او كده، بس هي دي كانت نقطه منورانا يعني، او منوره لي انا، منوره لهم يعني. ايوه يعني ان هي في حاجه، انا يعني في جاب انا ممكن يعني ادخل في الحته دي وانجح فيها. وبعدين الحلم كمان كان واحد، يعني هو بيفكر او عايز يعمل نفس اللي احنا عايزين نعمله. فاحنا الاول كنا فعلا زي ما بيقول لك توني، كنا نعمل القصه دي في الجراج عندنا وبتاع، بس ما اتفقناش مع الناس يعني وكده. وساعتها قلنا ما دام احنا متفقين، عندكم استعداد ندور في مكان بره؟ لاني انا بالنسبه لي انا الجديد عليهم، وهم انا عارف ان يعني توني وكرم اصحاب من زمان، فيعني لو ما كانش كده قلت لهم لو عندكم استعداد نشوف مكان تاني. قالوا لي تمام. انا اللي مسكت حته بقى ايه، تدوير على المكان وبتاع، ان هم برضو كانوا لسه الشغل في الشركه وكده، لغايه لما لقينا مكان ما كانش على الشارع، الدخله بتاعته مش احسن حاجه. خدنا زي ما بقول لك، خدنا يعني كل واحد حط كل الفلوس اللي معاه عشان بس ايه نوضب ونبدا. وكان في ناس كمان بتساعدنا. ايه اهم حاجات انت كنت شايفينها ان انتوا تبداوا بيها، كان حتى لو غاليه كان الواحد لازم يبدا بيها في المكان الجديد عشان تبقوا مختلفين عن السوق؟ طبعا كل يعني احدث اجهزه دايجنوستيك لكشف الاعطال، كل التولز السبيشال تولز بتاعت فك BMW. دي طبعا يعني توني وكرم اللي كانوا متولين الحته دي اكتر. في ناس بتبدا يعني يقول لك طب ابتدي بس، طب هات كوريكين تمسحها كده وشويه عده وابتدي اشتغل. طب لو الدنيا مشيت، لا احنا كنا رافضين الكلام ده تماما. يعني ابتدينا ب تو بوست ليفت، اللي هو الونش اللي بيرفع العربيه. كان عندنا جبنا 2 ترولي عده كاملين سبيشال تولز. ابتدينا بالستاندردز اللي تخلينا نوصل اللي احنا عايزين نوصل. كنتوا خايفين لما بتحطوا الفلوس دي؟ كان حد خايف ان هي الفلوس دي مش ترجع؟ ما كناش بننام مش خايفين كل حاجه، لان انت الفتره دي انت بسام الخوف ما كانش في الفلوس على فكره. هو الخوف كان في ان المشروع نفسه لا اللي انت بص، انا مثلا كان بالنسبه لي بسيب الشغل. ايوه فاهم، شغال في توكيل وشغال وكبرت جوه فيعني طب ما دي شغلانه، ودي بقى اللي هي وبعدين اي مهندس يتمناها يعني. احنا لما اتخرجنا يعني طبعا يعني شغال. انا لما اتخرجت رحت قدمت كنت اتمنى اشتغل في التوكيل يعني. كان حلم بالنسبه لي اشتغل في التوكيل، وهكذا برضو كرم. فبس كم يعني ده انا كان بالنسبه لي يعني ده كان الحاجه اللي كان ممكن ابقى كنت هيبها يعني ساعتها، اللي هو اللي اوريدي عندك. انا شغال ووظيفه وواخد بوزيشن وبكبر وشايف نفسي بكبر وهكبر وهكذا. وجي بقى خلاص يعني، جه الوقت اللي انا ممكن اعمل فيه الحاجه البرايفت يعني، ونتشارك ونعمل الموضوع بتاع المركز ده. فلا يعني قعدت فترة كنت متوتر، ما كنتش بنام طبعا. الموضوع كان صعب، القرار كان صعب، القرار مش سهل. لان يعني ممكن انا شخصيتي كده يعني مش بغير بسهولة او كده. الحاجة اللي انا متعود عليها سيستماتيك شوية او مثلا من الاخر. فكان بالنسبه لنا برضو دي جزء ده بيزنس يعني. انت هتنزل بقى في السوق وانت لسه جديد، محدش عارف عنك اي حاجه. ف يعني ايه اللي هيحصل انت مش عارف. ف يعني ده كان الخوف يعني من كده. هل ممكن افشل؟ هل ممكن ما نكملش؟ فاكيد ده كان جزء مخوفني يعني. ايه اللي ساعدك تاخد القرار؟ يعني لما واحد دلوقتي اللي ساعدني ان احنا مع بعض الصراحه يعني. ده الحاجه اللي جرأتني يعني. اللي احنا مع بعض يلا
يعني انا مش خايف. فاهم قصدي؟ وزي ما بقول لك يعني هي كلها توفيق من عند ربنا. انت يعني انت بتسعى وبتحاول تعمل حاجة اللي انت بتحبها، ويعني بتحط فيها كل، زي ما بتقول بقى، كل اللي انت اصلا اللي معاك كله انت حطيته في المشروع ده. محدش يعني، طبعا احنا اهالينا ساعدتنا في كل حاجة في حياتنا، لكن في الموضوع ده يعني يعتبر احنا مثلا انا وتوني الجزء اللي احنا او الفلوس اللي احنا عملناها من الوظيفه. لا، الوظيفة ما بتعملش فلوس. اوكي. الجزء اللي احنا عملناه من الريف اكاديمي اللي هو البيزنس اللي احنا كنا بنعمله بعد الشغل. كام ساعه تقريبا بعد الشغل؟ وده بص، في تحضير وفي الفترة دي صعبة جدا طبعا. انا واحد حضرت الكورس، انا كنت يعني دي من الحاجات خلي بالك اللي خلتني اصلا تعرف شخصيه الناس دي اكتر وتثق فيهم اكتر. يعني ده فاهم، ممكن هم ما سمعوش الكلام ده قبل كده، بس انت لما تشوف حد بينزل يشتغل طول اليوم ويخلص شغله اللي هو يخلص الساعه 6 عشان يجي يدي كورس وشغل لغايه شغل شغال على يعني هو فاهم، ومجهود وكل الكلام ده، وتيجي يجي يدي لك كورس من 7 ل 10. تمام. وبعد الساعه 10 الناس قاعده، كل اللي عنده اسئله يقعد معاه ساعه وساعه ونص وساعتين، وبتبقى باين اصلا ان هو خلصان يعني، بس ما عندوش مشكله ان هو يقعد مع الناس عشان يجاوب على اسئلتها ويساعد حد لو عنده. لان كان مش كل الناس اللي بتيجي تاخد الكورس هو لسه هيدخل المجال، لا، في اللي شغال في المجال وعايز يطور من نفسه وعنده مشاكل فجايب المشكله. طب انا حصل معايا كذا، يقعد يساعده فيها، يقول له اعمل كذا اعمل كذا، يعني فاهم. فدي اصلا بتبين الشخص اللي قدامك ده قد ايه هو ملتزم وقد ايه هو بيحب اصلا القصه، ودي ادتني ثقه كبيره جدا فيهم يعني. ما حسيتش ان هم عايزين فلوس وخلاص او هو الموضوع مش فلوس يعني، هو باين اصلا يعني، هو الموضوع اصلا مش يعني، حتى الاكاديمي دي هي مهما عملت هي مش بتدخل المجهود اللي هم بيعملوه. يعني لو حسبتها على قد الكورسز اللي معموله والتعب اللي هم تعبوه عشان التحضير، لان في كتب وفي حاجات بتقعد تذاكرها وتحضرها، فدي ما تعتبرش حاجه جنب المجهود اللي كانوا بيعملوه. جامد جدا. انت كرم من ناحيه فادي لما قابلته استكشفت زي الحته دي؟ يعني دي حاجه برضو بتخوف لما حد جديد يخش عليك ما تعرفش شخصيته، هو ده عايز يستخدمنا او ياخد ادفانتج مننا او حاجه، وتعرفوا وعرفتوا ازاي على حته الفلوس هو ده حد عايز يعمل فلوس وخلاص؟ ويعني ازاي ابتديت لا تتعرف؟ بص، هو فادي مريح جدا. مم. يعني فادي في التعاملات او لما يعني تتعامل معاه عموما، هو فادي شخصية مريحة جدا. وعموما يعني لا، ما يعني انت اكيد لما بتيجي تتعرف على حد بيبقى عندك برضو سنس، يعني انت اللي قدامك او كده. فطبعا ما كانش فيه خالص اي يعني ما كانش فيه حتى تفكير في لا، هو خلاص احنا يعني عارف لما حاجة ركبت على بعض فاهم. هي كده جت ركبت فخلاص هي لوحدها. انت لكن اي حاجة تاني بقى بتحصل زي ما انت بتقول، لا هتبقى مثلا ايه، قلقان، مش عارف ايه، في حاجه فده ما حصلش فخلاص. يعني انت ما تفكرش اصلا. فدي برضو من الحاجات المهمة يعني. والموضوع يعني في حاجات كده معينة في الشراكة عموما ما بتتقالش. يعني فاهم. ده هو كده يعني حاجات يعني تحس ان هي يعني انت يعني هو زي ما بقول لك كده، انا مش عارف اوصفها بالكلام. فهمت، انا فهمت. هي حاجه ركبت. فاهم. اه انا ما اعرفش عملتها ازاي بس هي شغاله. وانت بتبقى خلاص حاجه انت مرتاح. وبرضو انا عشان هو فادي برضو كان صاحب واحد قريبي، فيعني خلاص عارفين بعض كده، عارفين نتكلم مع بعض، ارتحنا لبعض. ومجرد اصلا ما يعني فتحنا كده الموضوع اللي احنا خلاص مع بعض، يا خلاص يلا يعني ما فكرناش حتى. طب يعني حتى ما كانش فيه مثلا ورا او اللي هو مثلا ايه يا توني، طب ايه، طب لا ما كانش فيه الكلام ده خالص. كان هو الموضوع صدقني ماشي كده بالبركة. هي برضو يعني اصلا يعني انا اعرف كرم زي ما بيقول كده، مثلا هو يعني قريب مارك صاحبي وانتيمي يعني، بس الكلام اصلا في البروجكت ما اتفتحش مع كرم، اتفتح مع توني. كان بدايه الكلام اصلا اللي هو ايه يعني مع توني.
ف كنت عايز اقول ايه، سقطت مني. ماشي. عادي. انا عايز اعرف من توني بقى احنا البدايه بقى. توني الموضوع دايما مصري كده. هقول لك بس كومنت صغير، ان احنا كان ممكن بعد ما الموضوع ما نفعش في البنزينه في الجراج، ان احنا يعني يعني محتاج فادي ما ليه؟ تكملش، مش أيوة. قصه ليه، بس يعني الموضوع ما يمشيش يعني. بس احنا ما فيش تردد حصل خالص، هي بتمشي كده من عند ربنا يعني. بس احكي لي وانا بعد برضو السنين دي بشكر ربنا ان فادي بقى معانا يعني. يعني هو احنا اكتر من شركاء، احنا اخوات يعني، احنا الثلاثه اخوات، فدي حاجه يعني بحمد ربنا عليها يعني. احكي لي عن اول فرع اتفتح. عايز اعرف برضو كشركاء ازاي الواحد بيقسم، طب انت هتشتغل على ده، انا هشتغل على ده، انا هشتغل على ده، وازاي نحاسب بعض كشركاء برضو في البدايه. انت فاهم؟ بص، هو الموضوع مش معانا بسلاسه برضو، مم. ان انا كنت خبرتي في حاجه، كرم في حاجه، فادي في حاجه، فهو وبرضو وكل واحد مختلف عن التاني تماما. مم. يعني انت عارف انت كاعمار وكذا وبيفكر بطريقه مختلفه، فادي من مدرسه مختلفه تماما. مم. و فادي طول عمره بيدير بيزنس، ففاهم يعني ايه حسابات، فاهم يعني ايه اداريات، فاهم. فهو موظفين. كمل لنا الحته دي، وانا كانت خبرتي في البي ام، وكرم خبرته في المرسيدس، وابتدينا. مم. ده كانت تقسيمتها كده في الاول يعني. فاهم عربيه بي ام توني، عربيه مرسيدس كرم، اداريات وحسابات وبتاع فادي. فاهم. بس طبعا دلوقتي المواضيع اختلفت خالص يعني، بس هي كانت كده في الاول، ما كانش فيه غيرنا وكم فني تاني. بعد كده ابتدى يجي مهندس، بعد كده ابتدى يعني واحده واحده. الميزه اللي عندنا، والميزه دي اللي انا يعني شايفها مهمه جدا، ان زي ما كرم قال في الاول، ان انت لما بتكبر بتبقى تشالنج، عندك تشالنج اكبر، لان انت مش هتبقى بتعمل كل حاجه بايدك او كل حاجه شايفها بنفسك. الميزه عندنا ان احنا كل الستاف اللي عندنا يحلوا مكاننا، عندنا الثقه فيهم ومتدربين كويس جدا، عارفين هما بيعملوا ايه. ففي ثقه في ان انا عارف ان البروجكت ده رانينج صح وانا مش موجود. ودي اكبر تشالنج. بس الناس اللي معانا هم اللي ساعدونا لكده، ان هم عندهم نفس الباشن، بيحبوا المكان، ودي ما تتقدرش بتمن. يعني كونك ان انت بتشتغل في مكان وانت بتحبه، ده شرف يعني فاهم لينا ان الناس دي شغاله معانا. فاهم. ودول اللي بيكملوا. لو هم مش سعداء وهم مش مبسوطين او مش مرتاحين، انا مش هنجح. فهم اصلا سر ان انت تبقى ايه، قادر تعمل اكتر من فرع. وعلى فكره الكلام اللي فادي بيقوله ده مش انشا ولا حاجه. أيوة طبعا. لا، هي دي حقيقه. التيم وورك هو اللي بيطلع اي شغلانه ناجحه، حتى انترنال يعني. حتى لو انت بتتكلم على عربيه معينه، هي بيتدخل فيها كام واحد. فالتيم وورك والناس اللي معانا ده هو ده فعلا، هو ده سر النجاح. ان احنا فريق عمل، مش توني، مش كرم، مش فادي. اي حد فينا او احنا الثلاثه لوحدينا ما كناش هنعمل حاجه. فاهم. انت كان في حد كلمت استاذ خالد تقريبا، قلت اسم استاذ خالد، حد اثر في حياتكم جامد جدا. مهندس خالد. مهندس خالد. احكي لي يا توني عن مهندس خالد او ناس اثرت عامه في رحلتكم، وحاسس ان احنا واحنا شباب شويه ممكن اللي انا بعمله صح، طب انا ماشي كويس، طب وانا شاطر، محدش بيقول لي برافو. انت فاهم؟ فمين اللي كان لا انا بعمل تمام، انا ماشي صح؟ خلينا ممكن يبقى كذا حد، ونبدا بالباشمهندس خالد. نبتدي بالباشمهندس خالد. الباشمهندس خالد الغازي، ايام ما احنا كنا في سنه كام ده كلام؟ ده 2010 2010. المهندس خالد الغازي كان عنده مركز اسمه كاربويز. اوكي. ده كان الايكون ساعتها يعني. ده اي حد تعديل هو جري هو سباقات. هو عشان بس باشمهندس خالد الغازي هو متوفي، بس الناس اي حد كان في مجال التعديلات، او اي حد في مجال السباقات، او اي حد في مجال الاكزوتكس، هو خالد الغازي ده رقم واحد في مصر يعني. فهو كان الهام بالنسبه لنا برضو يعني. كنت بعدي وانا صغير من عند المركز، ببص كده، الله عربيات، ده ايه الجمال ده، وتعديل وجري كان فين المركز بتاعه؟ قلت له كان في جوزيف تيتو. اوكي. في اخر جوزيف تيتو. اوكي. واي حد من الناس الموجوده دلوقتي هتلاقيهم عارفينه يعني. اكيد طبعا. مهندس خالد كان شخص محترم جدا، ربنا يرحمه يعني. بس ده برضو من الناس اللي اثرت فينا جامد يعني. كنا أثرت فيك شايفين لا إزاي ده عشان انتوا نزلتوا تدريب، هم كمان نزلنا معايا تدريب، وشايفين فيه لا، طب ما هو، طب ما ده ممكن يبقى فيه كده اهو. وفي موديفيكيشنز، وفي جري، وفي شغل مظبوط، وفي حرفيه، كل ده كنا بنشوفه.
فده طبعا حاجه برضو بتخليك تحس ان انت مش في وادي تاني، او انت مم. مش بتعمل حاجه من الفضاء. ما هو خالد الغازي كان مختلف، يعني هو يعني شخص مختلف حتى في يعني في طريقته في الشغل في كل حاجة. لا هو كان مختلف، مكانه كان مختلف. ممكن تديني اكزامبل كده يا كرم عن حاجه انت بتشوفها مختلفه تماما، يعني موقف انت اتعلمت منه جدا او موقف انت لا هو يعني مواقف كتير، بس هو عموما هي الناس كلها كانت بتحبه. يعني كان بياخد كل حاجة ببساطة. هو كان دايما على طول بيضحك، بياخد كل حاجة ببساطة، بيحل المشاكل ببساطة. والمكان بتاعه اللي هو كان عامله لا مكان مختلف، يعني مكان في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده ما كانش فيه اماكن دايسة في موضوع الاكزوتكس والتعديلات وكده. اعتقد كان تقريبا يعني طفرة صحيح. الوحيد اللي في السوق اللي عامل حاجة زي كده. واحنا في تريننج هناك كان بيجي لامبورجيني، بيجي فراري، بيجي بورشا، بيجي. احنا طبعا بالنسبه لنا برضو الحاجات دي ما يعني لا. فكان مكان مميز، وادانا طبعا الهام، ادانا بيحسسك ان في امل، او انت لا ممكن. ايوه فاهم. وهو كان بيحبنا بشكل شخصي، وكان شايف ان احنا يعني كان دايما بيقول لنا لا انتوا هتوصلوا لحاجه كويسه. هو برضو ميزة فيه، عارف انت لما مثلا ممكن يخش لك حاجة او شغلانة او عربية ممكن تخاف منها تهبها. هو ما كانش لا هي دي برضو من الحاجات اللي احنا اتعلمناها منه. لا هو مش عارف اللي هو ايه، انت لو خفت مش هتعرف، خلاص مش هتعرف تمد ايدك. فهو ما كانش فيه كده. يعني انا فاكر كان فاكر العربية قطع في الكبوت بتاعها. كانت عربية زيرو، رانجلر زيرو مش عارف. فالراجل جايب له حاجة مش عارف من أمريكا يركبها له. فهو عارف مثلا لو أي حد في مكانه كبوت وبتاع، أي حد في مكانه، أنا ده هو الموضوع بسيط، بس أي حد في مكانه هيقعد إيه، طب هنقص هنا، طب هنعمل إيه. فهو على طول هات تك ارسم، هات تعالى يا ابني. بقول له يا باشمهندس ايه ده؟ قال لي كده قرم قفل والحاجه بتطلع، ما يعني مفيش. فدي برضو جرأة حاجات طبعا. الجرأة دي مهمة جدا في الشغل ده. بس الجرأة دي بتيجي من سنين خبرة. خبرة طبعا خبرة يعني على ما اعتقد انتوا بقيتوا كده دلوقتي. يعني الحمد لله في حاجات كتير بن حتى بنقول للناس اللي معانا ما تخافش، يعني ما تهبش الشغلانة او الحاجة اللي انت هتعملها. لا ابدأ فيها طالما انت منظم افكارك، عارف انت هتعمل ايه. طبعا ما تفتيش او ما تعملش حاجة او ما تتعلمش في الحاجة برضو، دي حاجة مهمة. ما تجيش مثلا تجي لك عربية فيها عطل جديد وانت عايز تتعلم فتخرب، لا طبعا ما ينفعش. فكر كويس، نظم افكارك وابدأ، بس ابدأ بنظام بفكر هتعملها، يعني مفيش مشكلة. بس لو فضلت خايف هتقعد 4 ايام 5 ايام اسبوع ما بدأتش، فاهم، مش عارف اعمل ايه. بس فدي حاجة مهمة يعني. فاهم. فادي بالنسبة لك امتى حسيت ان فرع مصر الجديدة او عامة اول مشروع اول فرع انتوا بقيتوا بيزنس بجد؟ احنا الاول فتحنا فرع مصر الجديده ده على زي ما قالك توني كوريكي وهم كانوا فول تايم على طول اول لما فتحتوا وسابوا الشغل بقوا فول تايم. بقوا فول يعني ما خلاص انت سبت خلاص الشغل برضه يا توني كل انتوا الاثنين سبتوا الشغل في نفس اوكي يعني مفيش خلاص بقى ما ينفعش. لان احنا برضو قعدنا اصلا 3 شهور مثلا ولا 4 شهور بنوضب المكان. فدي اصلا كانت يعني لازم نبقى واخدين قرار احنا عن يعني انت لو انت عملت الريسك ده كله لازم يعني هتكمل بقى. مش هينفع ان انا ابقى بالين يعني مش يعني صعب ان انت مثلا تروح الصبح شغل عشان تيجي بقى بالليل مش هتنام ومش هتركز ولا هتكسب ده ولا تكسب ده، مش يعني هتعمل حاجة، هتخسر الاثنين يعني. ده بيبقى فكر برضو بعض الناس، يعني ابتدي اشتغل الاثنين بالظبط لحد ما الدنيا تمشي، بس هي ما كانش ينفع. مش بالليفل اللي انتوا كنتوا عايزين تعملوه، ولا تنفع ايثيكال ولا تكنيكال، يعني ما تمشيش خالص. بس فاحنا سيبنا واشتغلنا. وانت كان في رهبه زي كرم يا توني ان انت تسيب الشغل من ناحيه ستابيليتي انت ما كانش فيه بايع انت الدنيا يا ابو على الله. بس انت كده طبعا يعني مش هقول لك يعني ما ايوه في رهبه يعني، بس لا كنت يعني عايز اروح يعني. فاهم لان كده
هي مش برضو هو اجرأ مني عموما. يعني هو عموما او ممكن ما بيفكرش في الموضوع بالزياده. لا ممكن توني ممكن ياخد ريسك عادي. أيوة. ونشوف يعني انا كده زيك. يعني نخش ونتفرج يعني. لا كنت ببات معاه يصحيني 6 الصبح عشان نذاكر انا يا عم عايز انام خليها على الله. لا هو كرم ملتزم قوي، منظم جدا. وما زال لغايه دلوقتي من 6 حتى الصبح بيبقى صاحي يعني كلام صح. بس فبالتالي الشخصيه دي لازم هيبقى فيها تفكير كتير ويعني ايه فاهم. بس فامتى حسيت ان يعني خلاص هو بيزنس بجد؟ هم اصلا في البدايه اصلا طبعا احنا زي ما بقول لك احنا بدانا اللي هو بالمكان اللي هو اللي فيه كوريكين. طبعا كل اللي بيشوفوا المكان وهو بيتوضب بيقولوا ايه الناس المجانين. موجود ولا بقى حاجه موجود. هو نفس الفرع اللي هناك احنا عمل له اكستنشن كبير. اوكي يعني فطبعا كل الناس بتشوف ان مكان لسه بيبدا وعاملين الارضيه محدش ايبوكسي يصرف كل ده ازاي؟ وعاملين دول يعني مش طبيعيين بقى، دول عيال معاهم فلوس وعايزين يضيعوها يعني او كده يعني. ففتحنا على الوضع ده. بدأنا زي ما بقول لك احنا كنا في شارع جانبي وارض مكسره وبتاع، فطبعا برضو كان شويه معارف بدأت المكان يشتغل طبعا. ده اول حاجه معارف. اه كان لسه طبعا شغل السوشيال ميديا والكلام ده ما كانش زي لا فشويه معارف طبعا. انت لما بتبقى كويس وبتعمل حاجه كويسه الورد اوف ماوس هي اقوى حاجه. فبدا المكان ده يشتغل كويس، بدا الكوريكين يبقوا مش مكفين الشغل. ربنا ترتيبه احسن من ترتيبنا، يعني ان احنا لقينا اكستنشن للمكان اللي احنا فيه ده هنهد حيطه بقى معانا مكان ايه قده تاني نقدر نعمل فيه اكستنشن. ساعتها دي ما فكرناش لان قلنا دي اوبورتيونيتي مش هتتكرر، يعني انت يبقى عندك في فلوس ابتدت تخش فادي في الفتره دي في كان في بص كل بص احنا يعتبر قعدنا نشتغل سنين كتير موظفين، كل واحد عنده سالري بتاعه ناخد السالري بتاعتنا، وكل الفلوس اللي بتيجي هي بتنفست في الشغل، سواء في بارتس سواء في ان انت تطور في ان انت تكبر فكل اللي كان بيجي، وكان في طبعا مساعدات من اشخاص معينه. فدي خلتنا ايه فتحنا الاكستنشن دي، ودي كان احنا بالنسبه لنا ايه مفيش فيها كلام، ده مكان في ظهرنا ويلا وهنجيب كواريك ونعرف بقى نقسط يعني فاهم، لان انت ما بيبقاش معاك ان انت تخلص الكلام ده. والتوضيب برضو من الحاجات اللي هي طبعا يعني غاليه يعني، وعايزين طبعا نعمل نفس المستوى او اعلى يعني. فدي كانت اول يعني دي كده ايه الاكستنشن ده تم في خلال 2 اوكي. عملنا الاكستنشن. اكرم انت في الفتره دي خلاص طبعا مفيش بقى خوف مفيش حاجه، ايه احنا احساس؟ خلاص يعني بعد اول سنة عدت خلاص بقى انت اصلا خلاص انت دلوقتي مركز في البيزنس كان بتاعك. ايه اول حاجه حسستك بسيفتي خلاص لا انا تمام انا مش قلقان ومش خايف ان انا خلاص، يعني ان انت كان عندك مرتب بتاعك دخل زي المرتب بتاع الشغل بتاعك، ولا ايه اللي حسسك لا انا عندي سيفتي؟ عشان في ناس كتيره زيك بتفكر بطريقه مش كله زي تونيا ومش كله زي فادي، ففي ناس كتير بتفكر بالطريقه السيستماتيك بي. بص لو قعدت تفكر وتقعد تحسبها ممكن ما تعملش حاجة. اوكي. فانت بتعمل الحاجة اللي انت بتحبها مركز فيها وعمال بتحاول تطور، وكل يوم انا لازم يبقى فيه جديد. اوكي. اللي ابتدى يديني ثقة في الموضوع واحنا ماشيين اللي انت بتبتدي تسمع من الناس اللي حواليك طف. ان انت بتنجح، فاهم؟ فدي اكتر حاجة اصلا بتزقك. انت قاعد في المكان طبعا بنشتغل عدد ساعات كبير جدا، بنروح من 9 الصبح ممكن نمشي الساعة 10 و11 بالليل. طبعا ده أثر على حياتنا طبعا. الاجتماعية، لكن انت على طول بتسمع الناس اللي حواليك، انت اللي هو خلاص ابتدى اسمك يبقى موجود في السوق، ابتدى اسمك يتسمع، ابتدت الناس بتقول لبعضها، فبتلاقي مثلا عميل جديد انت ما تعرفوش جاي لك اصل فلان قال لي اللي انت كذا او اللي انتوا كذا فانا جاي لكم عشان. فدي الحاجة اللي هي بتخليك بتحس ده المؤشر يعني اللي هو انا كده ماشي صح. تحفه. تاني دخلنا في في الاكستنشن. في الاكستنشن عندي سؤال لتوني برضو. الاكستنشن دلوقتي في تيم محتاج تكبر، محتاج ناس. كان ايه انت بالنسبه لك؟ وانا حاسس ان انت شخص بيعرف يتكلم مع اي حد، يعرف بياخد ويدي مع اي حد. كان ايه
ايه اللي انت كنت بتشوفه المواصفات اللي انت كنت بتدور عليها لما تيجي تعين وحد يشتغل وحد انت شايف ان هو ممكن يمسك كوريك لوحده او ممكن يعمل حاجه لوحده وتعتمد عليه وان انت تبنيه ان انت تقدر تعتمد عليه ويكمل معاك؟ بص احنا في البدايه كنا اهم حاجه بالنسبه لنا ان الشخص يبقى محترم، ابن ناس، امين، عايز يتعلم. دي كانت كل اللي احنا بندور عليه في اي حاجه. يعني حتى كان يجي مثلا شخص نلاقيه مع الشغل مش قوي، يعني ايه، لسه شويه محتاج يتعلم شويه لا زياده. كنا بنقعد لا بس محترم، فاحنا هنقف في ظهره هنكمل. وحتى الان احنا ماشيين بالكونسبت ده. يعني اهم حاجه هتلاقي الناس عندنا كلها ناس ايه، الدنيا تمام، وناس ولاد ناس كلهم. انا حسيت لما دخلت كان في فايبس حلوه كده وناس تبتسم لي وشغالين عربيات شباب لذيذه جدا يعني. فده كان طبعا ده مش المفروض ما يبقاش ده المقياس الوحيد، لكن ده كان بالنسبه لنا في الاول هو اللي احنا بنينا عليه كل 3 4 سنين قدام، كان هو ده المقياس الاساسي. واحنا بنبوش في الحته الفنيه. يعني اللي محتاج دعم فني بدعمه، لا خد البي دي اف ده ذاكره، لو عندك سؤال تعالى، طب لا الموضوع ده ما بتعملش كذا، طب بص على الريبير، امشي على الخطوات دي. وكان معانا ناس. احمر بالنسبه لك، بالنسبه للغلطه تتعمل في الشغل فيها خط احمر؟ بص الخط الاحمر اللي ما فيهوش هزار هو عدم الامانه. اوكي. عدم الامانه دي كانت حاجه بتوقفنا، بنقف لا ده مش هينفع. من ناحيه تشيك اب، من ناحيه حاجه عدم الامانه في الشغل. بص عدم الامانه دي كلمه جنرال جدا. ممكن تبقى في مثلا ما واحد ما رعاش ضميره في الشغل، ممكن واحد خد حاجه، ممكن واحد، يعني هي ترجمتها ليها حاجات كتير. فاهم. بس في الاخر انت بتوصل لا انت مفيش ثقه، خلاص الشخص ده مش امين. يعني وجوده مش امين دي مش معناه ان هو بيسرق. ايوه ليها كذا حاجه. تمام. ومن اول مره خلاص يا توني لو انت حسيت ان في عدم امانه هنا على طول، ولا بتدي؟ لا انا بالنسبه لي ما ببقى مش عايز تشانس خالص. يعني okay. في بعض الناس اديناهم فرص تانية بناء على يعني نظره بنتكلم طبعا مثلا كرم دايما بيبقى رايه هو الطيب يعني بتاع، انا وفادي شريرين شويه في الموضوع يعني. فلا طب يا جماعه طب ده كذا، يعني بص على حسب انت هتتعامل مع ايه ديبارتمنت. على حسب انت هتتعامل مع ايه ديبارتمنت. يعني لو هتيجي هتتعامل مع هتاخد فلوس يبقى انا الشرير. يعني على حسب. بيروحوا كرم عشان عارفين ان هو طيب. لا ده اساسي، ده طبيعي على فكره. دي حاجه من المشاكل واجهتنا جامد قوي في البدايه. يعني يجي مثلا واحد يقول لي مثلا عايز كذا، فاقول له لا مثلا مش هينفع. طبعا راح لكرم ده اكيد يعني هنا فاهم ما فيهاش جدال. ما اعرفش هو راح لك ليه الاول اصلا يعني طبعا المعلومات دي انتشرت في المركز فايه طبعا فاي حد عايز بيريح دماغه تشتغل اثر كده. ولا يا كرم انت؟ لا طبعا الموضوع ده اتغير يا جماعه عشان محدش يجي لي تاني. انا اعرف بقى انا اعرف الاسبوع الجاي. لا هو هي ابتدينا نخليه يبقى شرير وهو ابتدى يخلينا نبقى يعني ابتدينا نميكس. بص هو يعني من الحاجات اللي بتنجح اي حاجه ان يعني ممكن شخصيات مختلفه لكن في الاخر بنتناقش او بنتفاهم. انا ليا راي، توني ليه راي، فادي ليه راي، وكل واحد بيبقى يعني بيتبنى رايه. انا مثلا بقول لا يا جماعه مثلا كذا، توني يقول لا من وجهه نظره كذا. بس المناقشه دي في الاخر بنطلع منها بحاجه هي بتبقى تقريبا عارف ايه اللي انت عملت الميكس بتاع كل وجهات النظر، فبتطلع بقرار هو يعتبر احسن حاجه مناسبه للموقف. بس طبعا ده ما جاش بسهوله، خبطنا كتير في بعض لحد ما ابتدينا نفهم، لان احنا برضو البيزنس دخلناه مش فاهمين حاجه. يعني احنا مش فاهمين، وشراكه مش فاهمين ايه شراكه ويعني ايه اصلا، وانت ليك راي وانا ليا راي، وازاي طب لو لا انا همشي رايي انت فهي لو مشيت كده الدنيا وانا متخصص في حاجه انا لا لو مشيت كده الدنيا هتقف. وبعدين اصلا الباك جراوند بتاعتنا كلها تكنيكال. احنا برضو مش في البيزنس خالص. احنا بالظبط دخلنا البيزنس في الشغل، لكن احنا اصلا انا بتاع عربيات، اديني العربيه صلحها لي بالظبط. لكن فالحتت اللي هي فيها كده دي اللي هي فيها كوميونيكيشن بقى وفيها سوفت سكيلز وفيها حاجات فيها اداريات، دي اتعلمناها مع الوقت. طبعا خبطنا زي ما بقول لك كتير في مواقف كتير واتعلمنا منها. عرفنا لا خلاص، مثلا حاجه زي عدم الامانه دي خلاص بقت بالنسبه لنا ما فيش فرص، لان انت الشخص
دي حاجه مش هتعرف تعلمها له. اوكي. هو اتربى كده، ده طبعه، مش هتعرف تغير فكره. ممكن يترسم قدامك كويس لفتره تاني بعد ما تديله فرصه، بس في اقرب فرصه بتجيله ان هو يلاقي حاجه، سواء بقى ما يراعيش ضميره في شغل، ما يعملش حاجه، ما يراجعش، يسرق، يعمل، وهكذا، على طول بترجع شخصيته تاني تغلب يعني. فاهم. في دلوقتي يا كرم بتحس ان دلوقتي في حاجات معينه توني هو اللي هياخد القرار الاخير، فادي هياخد القرار الاخير، ولا لسه لغايه دلوقتي كل القرارات بتبقى مع بعض؟ بص احنا يعني قسمتوها بطريقه معينه ان في حد عنده الفيتو في حاجه معينه، ولا لسه الموضوع بتمشي؟ بص، لما حجم الشغل كبر والاوبريشنز بقت كتيره والاداريات بقت كتيره، وبقى عندنا بقى اقسام حتى جوه الشغل او جوه الشركه نفسها، فابتدينا نتناقش في فكره ان يعني كل واحد يبتدي يبقى اونر لحاجه جوه البيزنس، اوكي، بحيث ان الموضوع يمشي بشكل سموث اكتر من ان احنا نرجع لبعض كل شويه والقرار ياخد وقت. بس برضو مع الوقت انت بتبتدي تفهم مثلا دماغ الناس اللي معاك. انت بتشوف مثلا القرار ده لو انا خدته، طيب ده ممكن يعمل ايه، او ده ممكن يأثر، او ممكن مثلا حد لو حسيت، يعني لو جالي شك ان القرار ده ممكن يعني يبقى يبقى يختلف عليها، هناخد رأي بعض. نختلف عليه، يعني انا لو نرجع. معايا سيتويشن مثلا بتاع، فانا ممكن معايا القرار بتاعها، بس انا لا اشاركها. يعني ايه، لو شايف ان هي بالظبط. ممكن نشاركها مع بعض. يا لو جماعه انا حسيت ان دي هيحصل ممكن كذا وهعمل كذا، ايه رأيكم؟ يعني ان انا الموضوع معايا، ولو خدت القرار، لان احنا متفقين ان حتى لو القرار ده صح او غلط فهي علينا كلنا. فيعني بيفيدنا او هيضرنا، فاحنا متفقين على دي. ما في يعني ما مش هاجي مثلا انا اخد القرار فهاجي لا، كرم هيلومني ان انت ليه عملت كده. ما احنا بنفيد بعض. ولو خدت قرار يعني خاطئ، وارد، وكل واحد وارد ان هو يعني، فدي مش. وفعلا بتحس بده يا فادي، بتحسوا فعلا ان هم حتى لو خدت قرار غلط وبيقفوا وراك، اللي هو لا ده كان يعني احنا كده كده. وبعدين يعني انا لو خدت قرار خطأ، فانا اول واحد ببقى متضايق ان انا خدت القرار يعني. وهم نفس الكلام. فاللي بياخد القرار، ما هو لان احنا في الاخر واحد. يعني احنا مش بنتكلم ان احنا في الاخر واحد والمصلحة واحدة بس. فسواء انا خدت القرار غلط، انا اكتر واحد هبقى متضايق وهبقى اكين ان انا ما اعملش الغلطة دي تاني. بس. وزي ما بيقول لك كرم، لما بيبقى في حاجه انت شاكك ان هي ممكن، زي ما بيقول لك انت عرفت بعض، فبنستشير بعض، والموضوع ممكن ما ياخدش دقيقتين وخلاص تمام يعني. فاهم؟ الخط الاحمر بالنسبه لك في موظف يكون ايه، او في حد بتشتغل معاه؟ وبرضه يا كرم بعد كده انت هي خلي بالك، الامانه دي ده بتدل على حاجات كتير. يعني زي ما قلتوني كده، ان هي يعني زي ما يعني انت برضو الكاستمر اللي بيجي يسيب لك العربيه ده بيعتمد على امانتك وعلى ان انت عندك ضمير في شغلك. فدي اهم حاجه. عايز ارجع معاك كرم برضو في حته لما قلت لعيلتك انت هتسيب الشغل بتاعهم وهتعمل حاجه لوحدك، كان ايه رد فعلهم؟ وكان سبورتيف ولا اللي هو طب روح جرب يلا شو ورينا هتعمل ايه؟ يعني هي القصه كانت يعني مختلفه شويه، لان انا كنت عايز اعمل البيزنس في الشغل عندنا. بس زي ما قلت لك، الاولد سكول بالنسبه لهم ان انت تطور وتعمل وبتاع تصرف. يعني الاول كنا يعني كان في موافقه، وبعد كده عشان برضو فاميلي بيزنس وناس كتير، طبعا في اراء مختلفه. طبعا لا بلاش، لا احنا خلينا كده. فلما حصل بقى الاختلاف ما بينهم، مع انهم يعني كانوا في فتره موافقين، بدليل ان احنا كنا بنتكلم في الحته دي، فحصل بقى احباط جامد قوي لما رفض. يعني دي كانت بالنسبه لي دي بقى اصعب فتره، اللي كان هي عندك انت برضو 26 27 في الفتره يعني انا اكبر منهم تقريبا 3 سنين. أوكي. يعني كانت في حدود 29 30 سنه. اوكي. شكلك عندك شكلك عندك كان سرح حالا والله. بس فدي كانت اكتر فتره احباط، لان انت يعني فعلا ايه، يعني كان عندك امل ان انت اللي هي ان هم مش عايزين يطوروا، ان انت تبدا خلاص هعمل الحاجه اللي انا بحبها ومع الناس اللي انا حابب ان انا اشتغل معاهم ونعمل حاجه. فدي كانت لما رجعوا بقى لا ورفضوا، دي كانت اكبر فتره احباط، لان انا كنت حابب ان انا ابقى معاهم. يعني ده كان فعشان كده انا بقول لك، قلت لهم لو ما عندكمش اعتراض نشوف مكان تاني. فلما لقيتهم موافقين
ما يعني دوست على طول. دوست على طول كنت متضايق من عيلتك او شيء كنت شايل منهم؟ طبعا متضايق، بس مع الوقت فهمت ان ترتيب ربنا احسن من اي حاجه. بس يعني انا فهمت قرارهم. بص القرار كانت يعني برضو عارف الفاميلي، يعني فعلا لما الشغل بيبقى فيه ناس كتير وقرايب او بتاع، مش يعني انا اصلا ما بحبش شراكه الاصحاب. ليه؟ لان يعني كاصحاب انا بالنسبه لي بتبقى صعبه، لان صاحبك بتبقى واخد عليه وبتقعد تقول له انت تلومه وتزعله. فانا يعني ما بحبش ولا القرايب ولا الاصحاب بنصح بيهم كايه انا الصراحه انا عكسك، انا بقى عندي كده شخصيه تانية لما لو في شغل ومش بتكسف ولا المشكله في ايه، انت بتبقى بشخصيه تانية في الشغل، لكن شخصيه بتعمل حساسيات. يعني ما انت بتلاقيك بره الشغل خلاص ما بقتش علاقتكم زي الاول، وبعد كده بقى فاهم بتحصل. فطبعا اتضايقت في منهم اللي قال لي من مصلحتك يعني ابعد عن الفاميلي بيزنس واعمل حاجه لوحدك. انا كنت شايفها ان هي ايه يعني انت عشان تنزل مع دماغنا يعني فاهم. بس طلع ان ده القرار اللي كان احسن فعلا. هي نصيحه كانت كويسه بس ده كنت بتاخد نصيحه من مين يعني ايه؟ عشان بحس ان في نصايح ممكن توديك في داهيه. بص انا طول عمري بحب اخد نصايح، بس في الاخر بمشي باللي انا أوكي. اقرب بحب ممكن اسمع واخد في الاخر اللي انا حاسس ان هو ده الصح. يعني انا في الفتره دي بقول لك دي كانت اصعب فتره، لان انا فعلا يعني مش عارف بقى انا زهقت، مش لاقي نفسي في المجال. يعني في المجال اللي انا بحبه، في حته العربيات اللي انا برضو متربي فيها وبحبها، بس مش لاقي نفسي يعني. مش عارف اطور، مش عارف اعمل حاجه. فدي كانت ايه الاحباط بقى اللي هم لما رفضوا، وما بين ان ايه ان احنا هنعمل حاجه ولا فاهم. مجرد ما احنا لقينا المكان وبدانا انا خلاص تمام. بالنسبه لي دي كانت يعني انا وات ايفر ايه اللي هيحصل، بس انا خدت القرار اللي انا بحبه. جامد. من كوريكين بقول كوريك صح؟ من كوريكين بقوا كام؟ كوريك عملنا اكستنشن بقوا 7 بسم الله ما شاء الله. اكستنشن احنا بقى استغلينا احنا بس استغلينا المساحه صح. يعني اللي حصل ان احنا هي نفس يعني المساحه بقت قدها مرتين، بس بدل ما تشيل 4 كواريك لا نظمنا الدنيا اكتر. كل الحاجات دي بتيجي بالتجربه. يعني احنا هنعرف منين سيت اب للكوريك وازاي استغل المساحه؟ لا دي بتيجي بقى ايه، لا انا عندي مشكله في الحته دي ابدا بقى ايه اعالجها في فالاكستنشن ده بقى هو اللي ايه اللي يعني حظنا برضو ان ايه وضبوا الشارع اللي هو بتاع الاكستنشن جامد. فبقيت انت على الشارع الرئيسي من فاهم من يعني بقى عندك بابين، باب على الشارع الرئيسي وباب على الشارع لا حاجات الواحد ما بيخطط لهاش، دي حاجات كده. بس انت النقطه ان السعي يعني طول ما انت بتسعى وطول ما انت يعني بتجري ورا حاجه ربنا هيساعدك وهتكمل. جامد. ولو وقفت اعرف برضه ان دي ترتيب ربنا، ان انت مش الخير مش جاي لك من هنا يعني. مش 7 كوريك يا توني دي كانت حاجه بالنسبه لك كان خلاص الموضوع بقى عادي، ولا كان بالنسبه لك تشالنج واحنا هنقدر ولا مش هنقدر؟ لا يعني كده كده طبعا في صعوبات في الشغل من اول لما كانت كوريكين وهي فيها صعوبات، بس يعني ربنا كان بيكرم وكنا بنشتغل وبنسد المكان اللي هو كان فيه 7 كواريك ده كان بتوصل ان احنا بنستلم فيه 35 عربيه. بسم الله ما شاء الله. كنا بنجري ورا بعض في الورشه قبل ما نفتح القطاميه. فلا طبعا الكلام ده حصل لما التيم كبر، بقى عندك ناس تعتمد عليها وي فلا خلاص بقى الدنيا بقت ماشيه. ف من ناحيه ماركتنج او من ناحيه عرفتوا ازاي يعني ازاي حجم الشغل ده ابتدى يجي وكمل يجي ومن 2 ل7 كوريك وبقى يعني محتاج مكان اكبر كمان، ووصلتوا لده في قد ايه؟ بص احنا العنصر الاساسي عندنا اللي جاب لنا شغل طبعا بعد كرم ربنا، الناس كانت بتقول لبعضيها ده بيريكومند يقول انا صلحت عربيتي، طب روح لهم دول ناس كويسه، دي ناس امينه، دي ناس شاطره، هتحس هناك بالامان. فكان بيجي لنا واحده واحده العملاء. طب ايه الحاجات اللي انتوا كنتوا بتعملوها عشان تحسسوا الناس بالاحساس ده؟ يعني هي مش بس موضوع ان انا صلحت عربيتك احنا داخليا الامانه دي حاجه اساسيه عندنا. فاهم. فهي بالتالي بترفلكت على العميل. اما اقول لك دي قطعه غير اصليه تبقى اصليه. مش هقول لك دي اصليه وهي كوبي. اما اقول لك دي مثلا تعيش معاك كذا يبقى تعيش معاك كذا، دي هديك عليها ضمان كذا. يعني بننفذ اللي احنا بنقوله. ومش عايز ولما بيحصل خطأ من عندنا احنا بنتحمله. ايوه. الى الان من اول ما ابتدينا لحد النهارده ممكن اصلا عربيه تخش
يحصل فيها حاجه مثلا خرطوم يتكسر، الحاجات العاديه اللي ممكن تحصل بيتغير على طول اصلي من غير اصلا اي جدالات. فهي الامانه اكيد بتوصل للعميل بشكل ما، يعني هي بتوصل له بطريقه ما. ودي حصلت اكسبيرينس معايا لما انا جبت العربيه. انا كنت قايل لكم انا عايز اغير الجير بوكس كله، وكنا بندور على جير بوكس، وانا كنت بدور على جير بوكس خلاص. فبعد كده بيشو كلمني قال لي والله هو مش جير بوكس اساسا، هو في حاجات تانية ممكن تتغير قبل ده، قبل ما نوصل للمشكله دي. مع ان عادي ممكن يقول لي جير بوكس يا حبيبي ويلبسني في 250 الف جنيه لا دي مش وغير وخلاص. دي حاجه احنا مش معتمدينها خالص يعني. وفي الفتره دي ما تعرفنيش ولا كان في كلام بودكاست ولا اي حاجه، يعني كان عادي، لا كنت زبون زي اي بقول لك زبون تاني. دي قاعده عندنا ما فيهاش جدال. يعني دايما نقول للمهندس اتعامل مع العربيه كانها عربيتك، ايه اللي ترضاه، ايه اللي هتقبله، اللي هتقبله على عربيتك اعمله. وبالذات ان الميكانيكيه او اي حاجه عندهم سمعه ان هم بيحاولوا زي دكتور السنان او زي في حاجات كده معينه، يقول لك لا ده لو هيحاول يعصرك هيطلع منك فلوس. فبتحس فعلا الناس بتجيلك اساسا عندها الخوف ده منك او منكو. بص طبيعي طبعا في البدايه لو حد ما عرفكوش احنا اصلا لما العربيه بتخش بنكشف عليها كشف دقيق جدا. ما بيحصلش يعني بياخد وقت، وعشان هو بياخد وقت وهو كشف دقيق بيطلع ملاحظ كتير، فبالتالي الكوتيشن اللي بتروح للعميل بتروح كوتيشن كبيره. ففي بعض الناس ما بيبصش ايه الديتيلز بتاعت الكوتيشن، انت عايز تغير ايه وليه، مع ان الكوتيشن بتبقى متقسمه ومنظمه وكل حاجه، بس بيقلب الورقه 200,000. لا انا رايح العربيه اعمل صيانه 200,000 ايه، تفتحوا شغل يعني. ساعات بنسمع الكلام ده طبعا بس لما بتوضح لا بيقتنع، بيصدق. طب يا باشمهندس طب نظم لي دول، طب ايه البريوريتي دلوقتي، طب اعمل ايه، طب ايه اللي اعمله المره الجايه، طب ايه اللي يمشي. وبيحصل كتير ان عميل بيبقى جاي يغير حاجات بنقول له لا، زي ما حصل معاك. يعني هو جاي عايز اعمل كذا يا جماعه، لا ممكن نكشف نقول له لا هي مش محتاجه كذا، هي محتاجه حاجه اقل، والحاجه الاقل دي هتحل العيب. في البدايه لما بداتوا كان في حاجات كنت حاسس ان انت لا انا مش هقدر اكمل في ده ضغط عليا كتير جدا وريسك كبير جدا، ولا كان دايما المشاكل اللي كانت بتيجي كنت بتحلوها وكنتوا بتتقدموا وكنتوا بتروح للي بعديها، ولا حسيت ان مره كان في مشكله لا المشكله دي مش تتحل احنا احسن لنا نقفل انت بتتكلم على مشاكل فنيه ولا بتتكلم عامه يعني ممكن ما كانش مشاكل فنيه اكتر او حاجه في عربيه او حاجه اللي هو لا الموضوع ده اكبر مننا بكتير، احنا محتاجين فلوس قويه جدا عشان نقدر نصلح مشاكلنا في الاول او اي حاجه حصلت او في البدايه خالص انا بتكلم لسه. يعني احنا ما واجهناش مشكله فنيه لدرجه ان احنا نبقى خلاص عطلنا يعني. طبعا كان في مشاكل عشان نعملها او حاجه جديده بنعملها كانت بتقعد معانا يومين وثلاثه بس بتتعمل. يعني مش هي دي الحاجه اللي هتعجزنا، وده ايمان عندنا حتى الان. يعني اي مشكله فنيه ليها حل، ايا كان هو ايه الحل هي هتتحل. يعني هي حتى لو حلها ده مش موجود تحت ايدك وهيطلب مثلا حاجه من بره، لا هنطلبها وهنخلص العربيه. يعني مش اوبشن ان انا هقول له. العميل اللي بيجي مثلا يقول انا لفيت ورحت وجيت، لا دي هتتحل يا باشمهندس، بقول له هنا المحطه النهائيه جامد او ممكن تاخد وقت بس هتتحل، يعني هتتحل. ولو انا قلت تشخيص هو غلط، يعني انا بعد ما العميل وافق، لا ممكن ارجع في يعني مش بدفع العميل حاجه هو ما استفادش بيها. واللي انا بقوله ده هتلاقي كل المهندسين في جميع الفروع عندهم نفس الفكر ونفس الكونسبت. وده ممكن يكون خسرك فلوس في البدايه او بس خلاك تبني ثقه اكتر مع العميل. اكيد طبعا وخلاك تعمل فلوس اكتر بعدين. هو اي بيزنس فيه خسائر واي شغل فيه خسائر، فكنا بنتعرض لده طبعا. بس ليه ليميت يعني. انت اكيد لو انت شفت ان الخسائر كتير يبقى انت في مشكله يعني. لكن زي ما بيقول لك مثلا ممكن هو بيفك الفني بيفك حاجه في خراطيم بتبقى اصلا على وشك، فدي في المقبوله لكن مش هتتكرر. يعني انت هتنزل بعد كده تقول ايه وانت بتفك الراديتير، تخلي بالك من الخرطوم ده عشان بيتكسر. فهي لو قررت يبقى مشكله ان الايه التعليمات دي مش واصله لهم صح. قرر دلوقتي اتفضل. يعني هكمل على كلام فادي ان احنا المواقف اللي زي كده بناخد على اساسها قرارات صح. يعني مثلا في الموديل الفلاني لما بتيجي تفك الخرطوم الراديتير بيتكسر، خلاص ده بيبقى حاجه بعد كده متنبهه على الناس كلها، فبالتالي مش هتقع في نفس الخطأ تاني. فاهم. كرم انت بالنسبه لك دلوقتي لما ابتديتوا تكبروا، يعني حتى دلوقتي ممكن نتكلم على الفرع التاني اللي احنا محتاجين نفتحه عشان خلاص مصر الجديده مش مستحمل كمساحه او كمكان. كان ايه اهم حاجه بالنسبه لك ان انت عايز تشوفها في الفرع الجديد
اللي هو فرع القطامية؟ بص احنا يعني كانوا ساعتها 3 سنين ولا كان 3 سنين. من ال3 سنين اللي احنا يعني اشتغلنا فيهم. طبعا غلطنا، خدنا قرارات ما كانتش احسن حاجة. يعني في فكر خلاص بقى مختلف، فانت بقيت انا هروح بقى حتة تانية او عايز اعمل مكان تاني اعالج فيه كل الحاجات اللي انا شايفها انا غلطت فيها في الفرع ده. يعني مثلا انت عامل مثلا مكان الاستقبال العميل مثلا كان صغير، او كان ممكن نكون مثلا اهملناه في اول فرع، لا خدنا بالنا منه قوي في تاني فرع. فاهمني؟ لازم يكون في مساحة مثلا باركينج للعربيات اللي ما فيهاش شغل دلوقتي. فبرضو دي حاجة ما كناش واخدين يعني ما اتحطتش في الحسبان قبل كده، فلا بقت بالنسبة لنا أساسية. وانت بقى بتدور خلاص انت حطيت شوية يعني زي ما نقول مواصفات معينة انت مش هتنزل عنها. انا محتاج مساحة كذا، الريسبشن يبقى عامل ازاي، مكان باركينج عامل ازاي، منطقة اعمل فيها كذا. يعني الرؤية نفسها بقت خلاص بقى عندك فكر لا رايح بمواصفات عشان اختار مكان يعمل لي او اقدر بيه اطلع الشغل اللي انا عايزه. فاهم. ومن ناحية التكنيكال بقى، من ناحية الشغل ورا في الجراج، ايه الحاجات اللي انت اهم حاجة بالنسبة لك في فرع جديد؟ بالنسبة لي ان انتوا بتكبروا، وبتكبروا بطريقة برضو يعني خطوة كبيرة، فايه اللي انت كنت مركز جدا من ناحية التكنيكال الحاجة اللي هي تحصل؟ بص هو اهم من التكنيكال النظام. سيستمز. سيستم. طول ما المكان فيه نظام، طول ما كل واحد عارف هو بيعمل ايه وبيريبورت لمين او مين مديره او هو هيرجع لمين او ايه الاكشنز او ايه صلاحياته في كل حاجة، هو ده اللي هيخلي المنظومة دي تشتغل بشكل صحي. لو انت شاطر قوي وبتعرف تشخص اعطال او بتعرف تصلح كويس قوي بس المكان مش منظم، مش هتعرف تشتغل. فطبعا احنا دايما بنطور من الناس اللي معانا فنيا عموما يعني، واحنا على طول دايما بنحب نذاكر نبقى اب تو ديت للحاجات الجديده وهكذا يعني. يعني بنحاول نخلي كمان الناس اللي معانا تعمل كده، دايما تذاكر، دايما تبقى بتتطلع ان هي تعرف احدث حاجه، احدث تولز ايه، احدث حاجه ايه يستخدموها. بلس ان احنا بقى ابتدينا نتفرغ شويه في الاداره، ازاي يبقى الاوبريشنز ماشيه بشكل ستاندرد. احنا عاملين حاجه ازاي الناس تكومينيكيت فيها مع بعض، سواء من اول ما نستقبل العميل، العربيه جوه الورشه ناس تانية خالص هي اللي بتشتغل عليها، مهندسين تانيين بيشخصوها، بيخشوا يعملوا الكوتيشن او المقايسات بتاعه الاصلاح. في فريق تاني جوه المخازن هو المسؤول عن سورسنج قطع الغيار وتجهيزها وتسعيرها في الاول في الكوتيشن. يعني المنظومة دي عشان تشتغل مظبوط لازم يبقى في نظام. فهي لو انت عايز يعني حاجة معينة ابقى انا مركز عليها طول الوقت، ان سيستمز والناس هتحترم السيستمز. بحس ان دي مشكلة كبيرة جدا، وممكن تبقى كمان عشان انتوا بتشتغلوا مع فئات كتيرة جدا مختلفة وكتير جدا مش فاهمين اهمية السيستم، ففاكرين ان ده انت كده بتقدره، انت اعمل ده، طب ما انا عملت كده وخلاص، يعني انت فرق معاك ايه ان انا لازم 1 2 3؟ ما انا عملت 3 على طول. ومش فاهمين ان لا، هو لازم 1 2 3 عشان اوصل ل3، حتى لو انت شايف ده مش مهم، حتى لو انت عملتها مليون مرة. الكونسبت ده انا النهارده عشان اقدر احط السيستم، او انا ليه حاطه؟ عشان انا مريت دي تجربتي وخبرتي طول السنين، فانا عارف انت محتاج ايه عشان الشغلانه دي تطلع صح. فانا حاطط لك سيستم تشتغل عليه، وده مش جاي من الفراغ. فاهم قصدي؟ ده جه علشان احنا جربنا كتير وكعبلنا كتير وشوفنا كتير، فخلاص انا بقيت عارف هنمشي الشغلانه بالشكل ده بالفلو ده عشان تبقى طالعه. بس تتعامل ازاي مع حد مش يعني مرة ما عملش، 2 ما عملش السيستم ومش عايز ومش فاهم قد ايه اهمية السيستم؟ يعني انا مشكلتي ان هو مش فاهم هو السيستم ده مهم ليه. بص انا للاسف بحب ادي فرص كتير. وبقول لك للاسف علشان يعني الشخص
يعني المجتهد او اللي عايز يعني يمشي صح وعايز يتعلم وعايز يكبر، هو هيمشي على التعليمات ومش هيشغل دماغه ان هو ازاي يشورت كات السيستم وما يمشيش مم. عليه. فهو الاحسن ان الناس اللي اصلا بتشتغل في المنظومه من الاول تبقى جايه فاهمه وبتحترم السيستم، فاهم فاهمه يعني ايه تعليمات، فاهمه يعني ايه بوليسي المكان، فاهم فاهمه يعني ايه ان احنا بنحط انستراكشنز معينه في الشغل. لما العربيه تدخل انت هتعمل 1 2 3. لو انت مش بالفكر ده، الصنايعي اللي تحتيك او التكنيشن اللي تحتيك برضو هو كمان هيبقى عشوائي في الشغل. فده في الاخر خالص في الاخر هيترجم لايه؟ ان العميل هيبقى ماشي مش فاهم. مبسوط علشان حاجه بقى ما اتربطتش، حاجه مش عارف ايه. الصح صح. فهو من الاول الناس اللي انت بتشغلها معاك او الناس اللي انت بتختارها ان هي تكمل معاك في الطريق ده، يعني لازم تختارها ان هي تحترم السيستم وتحترم التعليمات والحاجات زي ما توني قال لك في الاول، التيم وورك. برضو الشخص اللي هيبقى مغرور دايما في الشغل، ما بيسألش، ما بيرجعش لحد، بيحب ياخد قرارات من دماغه، برضو في الاخر تلاقيه مش عارف يمشي معاك، مش ماشي معاك في المنظومة. توني، عايز اخش في حته البرفورمانس، وممكن احس ان انت من اكتر مجنون، شكلك مجنون عربيات، فبتكلمني الاول مصر الجديده وننزل ومش عارف ايه. حته البرفورمانس بدات ازاي؟ و بس ابدا في الحته دي يعني، حته عربيات البرفورمانس. احنا في الاول كان تميزنا في العمارات، يعني اتشهرنا قوي في العمارات. اوكي، يعني ايه معلش عمرات برضو عشان انا عمارات ايه؟ يعني ان الموتور يتفك خالص، اوكي يتفك حتت، يتقاس، يتراجع، الاجزاء البايظه كلها تتغير، والموتور يتقفل ويرجع بالحاله اللي هي كأنه جديد. اكنه جديد. ده كان فكر مش موجود قوي برضه، يعني كان كل الناس يقول لك لا البي ام ما بتعمرش. امم فاحنا لما اشتغلنا في فرع النزهه لا عملنا عمارات كتير كلها كانت ناجحه. ابتدينا نتعرف قوي في الحته دي، وكمان كنا معظم البوستات او الصور اللي بننزلها هي ليها علاقه بالمواتير والابجريدز، يعني مش ابجريدز بيرفورمانس، يعني جوه. زي صلحت الموتور وطلع مظبوط. اوكي، فلما ابتدينا ممكن تقول لي مثلا مشكله الناس تفتكر الموتور ده خلاص شكرا ولازم يترمي، ولا دي حاجه تتصلح عادي جدا، بنفتحها نظبطها لو الموتور رزع؟ يعني ايه موتور يرزع او حاجات زي كده؟ ولا انا واحد ما بيفهمش في المواتير، فتقول لي مثلا اكزامبل. يعني مثلا نفترض موتور زي ما انت بتقول كده رزع. تمام. رزع يعني في سبايك باظت، في بيل باظ او بيلين، في كرنك باظ. تمام. ده بالنسبه للناس لا، الموتور خلاص يعني العمره هتبقى مش ناجحه فاشله، فنشيل الموتور وحط ايه؟ واحد جديد. واحد جديد. فاحنا لا كنا بنصلح وبندي ضمان. ف انتشرنا قوي في الحته دي، يعني تعرفنا فيها جامد قوي. فابتدت الناس اللي عايزه تعدل، هو اول حاجه بيبص يشوف انا عايز انترنالز قويه، عايز موتور بوليت بروف، يبقى اعمل عمره ناجحه. ده بدايه الموضوع. فدي كانت الدخله بتاعتنا في الموضوع ده. يعني جالنا صديق لينا مع عربيه 40 340 جامد. وعايز يروح بقى، عايز يعمل وورلد ريكورد. فابتدينا ان احنا عملنا له الكلام ده امتى؟ في اعتقد في 2020 مثلا اوكي او 2019. اوكي بس عملنا له الانجن ريبيلد وابتدينا نمشي ستيب باي ستيب، واحده واحده، لحد ما العربيه دي فعلا بقت وورلد ريكورد. بجد والله اه جامد. وبعد العربيه دي ابتدينا ايه، يعني واحده واحده دخلنا بقى الماركت بتاع التعديل، وابتدى اصلا الموضوع في مصر ينتشر جامد جدا. يعني انت لو رجعت في 2019 مين معدل، مين مركب تيربو، مين كله بقى معروف معدودين على الصوابع. يعني هم هتلاقيهم عربيتين ثلاثه. اوكي. النهارده لا، النهارده مفيش اصلا 40 ستوك ماشي. كله ماشي بابجريدز، اللي مش عامل حاجه هاردوير عامل سوفت وير على الاقل. وعندي سؤال يا توني، هي الناس ليه بتجيب ال 340 وليه ما يجيبوش الام على طول، وبيصرفوا تقريبا تمن الام على العربيات بتاعتهم واكتر من كده؟ ايه الفرق ما بين ده؟ هي ال 340 منتشره اكتر. اوكي. يعني الام مش موجوده كعربيه كامله، موجوده كتير. أوكي. اما ال 340 هي موجوده كتير. فاهم. والانجن بتاعها بيقبل الابجريدز زي ما انت عايز، يعني لحد 1000 و1000 بلس هو شغال.
بجد والله. طب بي 58 الانجن ده اصلا من انجح المواتير على مستوى العالم، وواخد طبعا جوائز كتير، وان هو اصلا بيستحمل تعديلات جامده يعني. زائد ان العربيات الام اصلا كتشتريها اصلا زيرو، فهي دبل ايوه سعر ال 340. وطبعا تبقى سبيشال اوردر هنا في مصر يعني، وتطلبها وتستناها. فال 340 هي في 2019 كان اصلا اللي يركب 340 ده يعني راكب طياره. يعني فما كانش فعلا موضوع حته التعديل دي منتشر قوي. لكن دلوقتي بقت ال 340 دي عاديه يعني. يعني انت ما فيش حد فعلا بيركب العربيه هي ستوك. انت دلوقتي مش 340 ولا انت كام حصان؟ ايوه اقل من 600؟ طب اركب فوق 600. طب نشوف بقى يعني انت عامل ايه بقى، دنيتك فيها ايه؟ ايوه. ايه اول حاجه بتغيروها في العربيه بتحس يعني لو واحد بيبدا دلوقتي انا عايز عندي 340 وعايز ابدا العب في عربيتي، ايه الحاجات اللي انت يعني ايه النصايح اللي انتوا بتدوها للناس عايزه تبدا تخش في الموضوع ده؟ بص، اول خطوه هو السوفت وير سوفت وير. تيون. اوكي. ده اول خطوه. السوفت وير او التيون ده كذا مرحله. يعني المرحله اللي هي البيزك ان انت بتحط شويه بولتونز وتيون. تمام. دي البدايه. بعد كده بتوصل لان انت خلاص عشان تطلع اكتر لازم اجزاء هاردوير بقى تتغير غير كده. تبتدي بقى تخش في الهاردوير، تعمل ابجريد للتربو، ابجريد لترمبه البنزين. لو هتعدي ليفل معين من الباور لا لازم الموتور يتفك، تعمل له ريبيلد كامل. اوكي. بعد كده بتوصل لمرحله ان خلاص الفتيس مش مستحمل، طب نفك الفتيس نغير الفتيس بابجريدد، او نغير الكلاتشز اللي جوه، وهكذا بقى لحد ما يعني زي ما انت عايز بقى، شوف انت عايز تروح فين. فاهم. انتوا عندكم عربيه بتاعتكم عندها صفحه انستجرام، عربيه موزه بطريقه غير طبيعيه. تكلمني عنها يا كرم. العربيه دي العربيه الزرقاء، البي ام الزرقاء. بص احنا يعني زي ما توني بيقول لك احنا على طول بنعمل العربية للناس، يعني بنعمل العربيات للعملاء يعني. واحنا بنعمل عربياتنا برضو بنقعد نعدل عربياتنا ونشتغل فيها بايدينا وكده. بس فكرة اللي احنا كنا عايزين يبقى في حاجة اسمها شوب كار، يعني عربية بتاعة المركز حاطين بقى فيها كل الفكر وكل الخبرة في العربية دي، عشان في الاخر دي تبقى زي ايكون يعني للمكان، حاجة بتعبر عن المكان، مين اللي عملها وهكذا يعني. فكانت هي دي الفكرة، ان هي تبقى شوب كار. تحفه. ونجحتوا في الحته دي، نجحتوا ان هي بقت ايكون هو بص، عشان تبقى انت فاهم البروجكت عموما بيبقى ماشي ازاي. ده بروجكت كبير، انت بتحط على كذا مرحله، على مراحل بالظبط كده. انت يعني اي بروجكت هتيجي تبتديه لازم بتبتدي الاول بتحط انا التارجت ايه بتاعي، انا عايز اروح فين. والتعديلات انت مش بتعدل بس جوه الانجن، بتعدل في الانجن، بتعدل في السسبنشن، بتعدل في البودي. يعني انت بتعدل في حاجات كتير. انت محتاج تخفف وزن فبتعدل في البودي ازاي، محتاج ايروداينامكس معينه فبتعدل في البودي ازاي، محتاج الانجن طبعا لان هو ده القلب يعني بتاع العربيه، تعدل فيه ازاي عشان يطلع باور. طب ازاي الدرايف ترين بقى وبقيه الاجزاء اللي هتنقل الباور ده على الطريق. كان بيشو بيقول لي يعني لو كان في دفع خلفي لا انتوا بتخلوه دفع رباعي. بالظبط. فهي انت بتقعد كل شويه ممكن تاخدها مراحل، تابجريد جزء جزء، ولما توصل اللي انت خلاص الجزء ده مثلا سيل باور بتاع الموتور بقى اكتر بكتير من ان فردتين بس او عجلتين هم اللي يقدروا ينقلوا الباور ده على الطريق. فبتبتدي لا، طب انا محتاج انقل الباور على 4 عجلات فلازم احولها 4 ويل درايف. فلا يا جماعه هنغير السيت اب بتاع السسبنشن والشاسيه ان هي العربيه تبقى فول ويل درايف. وهكذا يعني. هي كل مرحله انت بتوصل لها بتلاقي نفسك لا ما حققتش الرقم اللي انا عايزه او ما خدتش البرفورمانس اللي انا عايزه، فبتبتدي او عايز احسن كمان. حتى لو انت وصلت للتارجت انت بتبقى عايز كمان اعملها اقوى واحسن يعني ومميزه اكتر. هو الموضوع ده لو يعني بدأت فيه يعني يعني هو بيقعد ياخدك يفتح يعني ممكن ما تعرفش توقف خالص بقى انت. هي التوي بتاعتنا. فاهم يعني انت هي دي الحته اللي هي بتديك الايه لا احنا بنلعب بقى. فاهم. احنا عامة بنشارك في سباقات اللي هي بتتنظم في مصر. اي سباق عربيات بيتنظم في مصر احنا بنشارك فيه يعني.
مش بالعربيه دي بس بنشارك هي اوفر باورد قوي على التراكات اللي بتتعمل في مصر. احنا بنفسنا طبعا يبقى في تراك كبير، حاجه واسعه تجيب فيها سرعات تجيب فيها نقلات كتير، بس ده مش حتى الان مش موجود يعني. اوكي احنا حتى بنعمل العربيات بتاعتنا اللي هي البرفورمانس اللي مظبوطه على التراكات بتاعت مصر، اللي هي يعني ما تبقاش قويه بزياده يعني فادي مثلا عامل 600 حصان عشان ايه تبقى على قد انا عمري ما سوقت عربيه اكتر من مش عارف تحت كام، بس يعني ما يخش بيها التراك الصغير يعني. توني اللي عاملها بقى قلت له بقى ما دامها يعني ما دامها عدل لا 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 زد فور. فانا يعني توني طبعا مش سايب حد يعني عارف يعني هو مش سايب حد غير لما يعدل له تعالى تعالى بيرفورمانس تعالى. فقلت له توني بقى يعني قال لي هتعدل، قلت له عدل، قال لي ايه، قلت له ما دام انت اللي هتعدل بقى ودي بقى يعني شوف بقى هو في البدايه بيقول لي كده يعني ايه، بعد كده اقول له طبعا 300 لا يلا طب في فادي السوبر تشارجر واحد اكبر واحد طب يا فادي انت عايز حاجه 300 حصان؟ لا بص الراجل ده بيركب موتوسيكلات، فمهما ركبت عربيات بتجري بتلاقي موتوسيكل ما يعني الصراحه لا في انا لما بيبقى في عربيات بتجري، لما في عربيات بتجري معانا يعني في كندا مش انا طبعا انت بتعمل له باي باي لا بتخض الصراحه، بتخض خاطر ان هي مثبته معاك او هي وعلى حسب انا راكب ايه. لا في عربيات بعد كده فوق ال 300 لا هي راحت وانا كويس ان احنا ما جربناش مع بعض عشان ما تندمش خلاص. لا انا عندي شويه شباب يا توني اطلعهم لك هنا في مصر يعني. بص اللي عايز اطلع لك فاهم، اللي عايز اجمد عربيه عندك هو حر يا باشا، هات لي اجمد عربيه عندك اطلع لك الموتوسيكلات بتاعتنا تاكد يا باشا يلا. موتوسيكل فيه طبعا احنا مش في الشارع. لا طبعا بقول في الدراجات اللي بيشوا هيوديوا لنا اللي هي اولاني تاني بس وهتركوا بيه ده. لا انا بجد يا جماعه مبسوط جدا بالحلقه النهارده. في اي حاجه عايزين تزودوها، في حاجه ما اتكلمناش فيها؟ اولا عايز اشكر بيشو جدا على ان هو عرفني عليكم وجابنا هنا، فاشكرك يا بيشو بجد حبيبي، كانت حلقه تحفه يعني. احنا كمان عايزين نشكر بيشو يعني هو بيقف دايما جنبنا، دايما بيفكر ازاي نبقى احسن، ازاي نظهر يعني بيحب المكان بشكل وبيحبنا، واحنا اصلا علاقتنا اكبر من الشغل يعني. فلا هو داعم لينا برضو في الحتة دي بصراحة. ودي حاجه انا حسيتها لما قابلته، يعني كل الحاجات اللي انتوا بتتكلموا عنها لما قابلت بيشو، لا هو يعني ممكن اقول ان هو بيحب المكان وخايف على المكان اكتر منكم وعايزكم تكبروا. هو اللي اقنعكم ان انتوا تيجوا على البودكاست، ولا وشوف بس ده عمل ايه وكذا. لا هو جاي قال لي بودكاست، قلت له لا ليش فيه حتى طب ما سلمش عليا. لا يعني جابنا احنا الثلاثه اهو. لا فانا انبسطت جدا، فشكرا تاني يا بيشو، شكرا لكم لوقتكم، ان شاء الله اللي بسطكم ان شاء الله الناس تكون استفادت. وانتوا عرفتوا المكان يا جماعه، هاندلر موجود، عندكم اي اسئله كلموهم بيردوا عليكم، اي حاجه عندكم. بس كده دي حلقتنا يا جماعه. احنا انبسطنا جدا بيك بجد، والقعده الحلوه دي يعني حبيبي ربنا يخليكم. بس كده ان شاء الله نشوفكم في الحلقه الجايه، ان شاء الله الحلقه تكون عجبتكم.